هفشل، كتر خوفي انا هفشل. اي مدير في اي شركه عايز يوصل لاعلى انتاجيه وافضل برودكتيفيتي من الفريق اللي موجود معاه. معناه ان عندي 80% من الموظفين ما بيشتغلوش بالطاقه كلها اللي هي عندهم، بالتالي انا عندي 80% من الشركه تقريبا معطله. انا ممكن ابقى موظف بس عقليتي جروث مايند سيت، انا بكمبيت دايما مع اللي حواليا، بحاول اطور اصلا من نفسي واتعلم. ادخل لك بيعه مثلا ب 10000 جنيه تكافئني زي ما دخلت لك بيعه بمليون جنيه. لان العاده هي عباره عن سايكل، انت محتاج تكسر السايكل دي. اي حاجه انت بتتمنى تعملها لازم يبقى عندك ديساير ثم ديسيجن ثم ديسيبلين. ازاي تحافظ على الانفايرمنت عشان المدير نفسه يشتغل صح والموظف كمان يشتغل صح، وبالاخر الشركه والموظف والمدير نوصل لهدف. اهلا بيكم في حلقه جديده من بيزنس شوت بودكاست، البودكاست اللي بناخد فيه شوت خفيفه من القهوه لكن مركزه، بنوصل فيها ان ديبث لحقائق علميه ولريكومنديشنز عمليه كلنا حابين نتعلم منها عشان نوصل للنجاح اللي بندور عليه. حلقتنا النهارده هتكون مختلفه، مش هتكون بس عن الاداره والليدرشيب والماركتنج والاتش ار، لكن كمان هتكون عن عنصر مهم جدا اتكلم فيه جيم كولينز في كتابه جود تو جريت. جود تو جريت كتاب من اهم الكتب اللي بتستخدم بشكل عام الداتا ستاتستيك، اللي بتعمل فيها احصائيه لمده 5 سنوات عن اكتر من 1700 شركه عملت قفزات هائله وصلت لنتائج مختلفه. وجيم كولينز في الكتاب ده كان عايز يقول ايه الفرق ببساطه ما بين الشركه العاديه والشركه العظيمه او المختلفه. انا شعرت من قراءه الكتاب ان الهدف او ان الفرق ما بين الشركتين دول هو الانسان. حلقتنا النهارده هتكون عن الانسان اللي ورا نجاح اي شركه بشكل عام. عشان كده ضيفنا وضيفكم النهارده اكسبيرينس اكتر من 40 سنه، 30 سنه في واحده من اكبر شركات الادويه العالميه، في نفس الوقت كمان اكسبيرينس في التعامل مع الشخصيات واداره الاتيام والبيزنس ديفلوبمنت والبيزنس يونتس بشكل عام في مختلف الصناعات. بنتكلم فيه ان هو زار اكتر من 20 دوله، اتعامل مع اتيام من اكتر من 20 دوله. في نفس الوقت كمان ضيفنا النهارده هو المدير التنفيذي والفاوندر لشركه اكسترا مايلز للاستشارات والتدريبات واداره الموارد البشريه. ضيفنا النهارده هيكلمنا اكتر عن ازاي فعلا نطلع او ازاي نخرج افضل ما في الانسان. ضيفي وضيفكم النهارده الصيدلي والدكتور والام بي هولدر من جامعه ليستر في يوكي، دكتور نادر الشاطر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور احمد. وفي البدايه اسمح لي يعني اقول لك كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين طبعا، لان 2026 نامل بقى انها تكون سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا حابب برضو اسمع من حضرتك، يعني لو احنا حابين المصطلح ده او حابين السؤال ده نجاوب عليه، ممكن يبقى العنوان بتاعنا ايه؟ انا عايز كمدير، كبزنس اونر، كاتش ار، كسيلز مانجر، اي مدير في اي شركه عايز يوصل لاعلى انتاجيه وافضل برودكتيفيتي من الفريق اللي موجود معايا، ازاي اخرج افضل من الفريق بتاعي؟ ببساطه unleash your potential. unleash your potential يعني ايه؟ يعني اطلق الطاقات الكامنه. يعني انا هنا بحرر الطاقه الكامنه جوه الموظف اللي معايا، وبالتالي الفريق اللي بيشتغل معايا، بالتالي النتيجه اللي انا هوصل لها يعني هتعتبر outstanding results من خلال الاوتستاندينج بيرفورمانس اللي هيجي من خلال الموظفين اللي بيشتغلوا معايا. فunleash your potential ده حتى السلوجان بتاعنا في شركتنا اكسترا مايل. طيب يعني ايه طيب مفهوم الاكسترا مايلز او حتى مفهوم ان انليش يور بوتنشال؟ ايه المفهوم ده، وهل هو نظري ولا لا عملي ونقدر نطبقه؟ الحقيقه ده سؤال مهم جدا يا دكتور احمد. اولا هو عملي وواقعي جدا، والدليل على كده ان جالوب دي من اكبر شركات اللي بتعمل استقصاء للراي العام على مستوى العالم. شركه بقى لها اكتر من 90 سنه. شركه وجدت حاجه غريبه جدا، ان تقريبا، وده كان ريبورت 2025 السنه دي، حوالي 21% من الموظفين اللي في الشركه هم الفولي انجيجد. يعني ايه؟ هم فعلا اللي بيشتغلوا بالفول بوتنشال بتاعهم جوه الشركه. أيوة. ده معناه ايه؟ معناه ان عندي 80% من الموظفين ما بيشتغلوش بالطاقه كلها اللي عندهم. فهنا بالتالي انا عندي 80% من الشركه تقريبا معطله، يعني ما فيش الانتاجيه الكافيه او المثاليه من وراهم. فتخيل انت بقى الشركه بدل ما يبقى النتائج طالعه من 20% بس من الموظفين اللي هم فول انجيجد، انا طالعه من 100% من الموظفين فول انجيجد. فطبعا ده هتديك اوتستاندينج بيرفورمانس رهيب الحقيقه. خلينا برضو نفهم يعني او نفوكس اكتر يعني ايه بوتنشال. قبل ما نتكلم على البوتنشال خلينا نرجع خطوه لورا ونقول يعني ايه بيرفورمانس.
بيرفورمانس اللي هو الاداء الحالي. انا النهارده بشيل 20 كيلو مثلا، برفع اللي هو رفع الاوزان، بشيل 20 كيلو، قدرتي الحاليه البرفورمانس بتاعي الحالي ان انا اشيل 20 كيلو. انما الكوتش اللي معايا اللي في الجيم راجل عنده خبره، شايف قدراتي او شايف امكانياتي ومتوسم في ان انا ما اشيلش بس ال 20 كيلو، لا ده انا اقدر اشيل 50 كيلو كمان. بس هشيلهم مش بالعافيه، مش بشكل مش باوردر، لا هشيلهم بالتريننج، هشيلهم بالديسيبلين، هيعمل لي برنامج غذائي معين، برنامج تدريبي معين، اعداد معين لهذا اللاعب لغايه ما يوصل انه يشيل بدل 20 كيلو لا هيشيل 50 كيلو. ال 20 هو البرفورمانس، ال 50 هو البوتنشال. المسافه ما بين ال 50 وال 20 اللي هي ال 30 ده البوتنشال، ده اللي هو الانليشد بوتنشال، دي الطاقه الكامنه اللي جواك اللي انت مش عارف عنها اي حاجه. فهنا فتش عن المدير بقى او فتش عن الكوتش اللي هو يساعدك يخرجك بدل ما بتشيل 20 تشيل 50. فالمثال ده بنتكلم في الجيم. تعال بقى للبيزنس بتاعنا النهارده. انا ممكن كشركه بشتغل في ثيرابيوتيك اريا معينه في مجال ادويه الضغط او ادويه الكوليسترول. انا الادويه كلها بتاعت الكوليسترول واخده من التوتال ماركت 25%، انا شركتي واخده 5%. اذا انا البرفورمانس بتاعي حاليا 5%، البوتنشال 25، وانا محتاج الانليش بوتنشال هو المسافه من ال5 الى ال25. هو ده الجزء. صحيح انا لما هبتدي اشتغل مش هاخد ال25 كلهم كده يبقى خدت التوتال ماركت بتاع الكوليسترول، بس على الاقل ال 5% الماركت شير ممكن تبقى 7%، تبقى 8%. فالمسافه دي هي الانليش بوتنشال اللي بيجي هنا بقى سي او جديد في الشركه يفجر بقى الطاقات دي، يبتدي يختار ناس جديده، يبتدي يحط سيستمز جديده، يستخدم تكنولوجي جديده، يانليش البوتنشال وياخد الماكسيمم او الافضل شيء ممكن من الناس اللي موجوده في الوقت الحالي. ولذلك تلاحظ حاجه غريبه قوي، يعني تلاقي فريق مثلا من فريق كوره بيلعب باداء معين، بيرفورمانس معين، يجي كوتش جديد ياخد الفريق ده ويطلع بيه في حته تانية خالص. من واقع خبره حضرتك يا دكتور في فايزر او في اكسترا مايلز، خلينا نقول يعني ازاي عشنا فكره الانليتش يور بوتنشال مع المانجر بتاعك او حتى مع الفرق اللي حضرتك كنت بتديرها؟ سؤال مهم جدا، لان انا قعدت فايزر 30 سنه، منهم قعدت 15 سنه في التريننج. يعني من 94 لغايه سنه 2009 انا قعدت 15 سنه عاشق لهذا المجال، لان انا كنت بحب جدا التريننج والليرنينج والديفلوبمنت وان انت تطور الناس. وكان عندي اسبيريشن، انا كنت اخد تايتل في التريننج ليا، كان هو تريننج مانجر لفايزر السعوديه، وكان عندي اسبيريشن ان امسك ابقى تريننج دايركتور لافريكا ميدل ايست، وابتدي اعمل اكسبانشن اكتر للجيوغرافيكال اريا بالنسبه للسكوب بتاع شغلي. أيوة. جيت في 2009 ساعتها جه مديري قال لي لا نادر كفايه كده تريننج، احنا دلوقتي عايزين نتحول من التوتال بورتفوليو مانجمنت او سيلز مانجمنت الى بزنس يونتس. فانا عايز اديك بزنس يونت معينه تشتغل فيها، لان احنا ده يدي فوكس اكتر للاورجنايزيشن، وده توجه عالمي للشركه في الوقت الحالي. فكفايه تريننج، ابتدي معانا انقل بقى واعمل الموف دي. طبعا انا الكمفورت زون بتاعتي كانت التريننج، انا قعدت 15 سنه يعني بابدع في التريننج. احنا قعدنا حوالي اولموست 10 سنين. الميديكال ريب بتاع فايزر كان نمبر 1 على مستوى السعوديه من خلال سيرفي كان بيتعمل على مستوى اولموست 25 شركه مع 200 دكتور. فاحنا 10 سنين يعني ورا بعض طالعين الاوائل في الحته دي. فانا كنت سعيد بالنتائج دي، وسعيد بالنتائج طبعا بتاعت البيزنس نفسه. فانت برضو هنا دي الكمفورت زون، ده السكوب اللي انت بتشتغل بيه وبتبدع فيه وعندك اسبيريشن فيه. فلما يجي يقول لك لا ستوب كده، انا هاخدك بقى في حته جديده، هتبتدي هنا من مربع زيرو وهتبتدي تنطلق. فطبعا كان عندي شويه من الديسكمفورت في الوقت الحالي، انا هخرج من الكمفورت زون بتاعتي، عندي شيء من الفيرز برضه والخوف. المايند سيت بتاعي خلاص هو مش متقبل ان انا تشينج، لان التشينج مرتبط دايما بالالم، مرتبط دايما بالانسرتينتي، بالمجهول. فانت انا ليه اغير وانا مرتاح كده يعني؟ فهنا ببساطه شديده التغيير ده محتاج يبتدي ازاي؟ قعدت مع نفسي بقى ساعتها قلت لا، عشان اغير لازم اغير المايند سيت اول حاجه. فقمت جايب كتاب اسمه هو موف ماي تشيز. الكتاب ده جميل جدا، بيساعدك على انك تشينج المايند سيت بتاعك وتبتدي تحضر نفسك لهذا اللي تشينج، وتبتدي تعمل له بقى خطوات عشان تنجح معاه. طبعا في المرحله دي بعد ما قريت الكتاب ده خرجت بسلوجان ليا انا بقى، سميته تشينج اند وين ذين هاف فن. لان لما انت هتغير انت هتكسب، وفي نفس الوقت انت اللي تشينج دايما مرتبط بالالم. فانا بقول لك ذين هاف فن، فانت لا انت هتستمتع
في مكافأة في الاخر. في مكافأة في الاخر. فده الجزء اللي انا ركزت عليه بتاع المايند سيت. الجزء الثاني انا ركزت عليه هو بتاع هعمل ايه بقى. خلاص انا غيرت المايند سيت، شلت المخاوف، غيرت الستيتس كو، ايه الانفايرمنت، ايه الديسيبلين اللي انا همشي عليه. جبت كتاب تاني اسمه ذا فيرست 90 دايز، بيقول لك هتعمل ايه في اول 90 يوم وانت في الجوب ده. فهنا بيبتدي يقول لك بقى هتعمل اناليسيس، حاجه اسمها سيتويشن اناليسيس للبرودكتس اللي انت ماسكها. ايه البرودكت الناجح قوي وازاي تسستين نجاحه، ايه البرودكت اللي واقع قوي يبتدي تعمل يوتر. وعملت بلان اوف اكشن لكل برودكت، كل ثيرابيوتيك اريا انا مسؤول عنها في الوقت الحالي. وابتديت يبتدي يقول لك تعمل حاجه اسمها كويك وينز، تبتدي تعمل انجيجمنت وتعمل الاينمنت. فتبتدي هنا تتحرك بخطوات مدروسه عشان توصل. يبقى اول حاجه سيتويشنال اناليسيس، بالظبط. تاني حاجه بلان اوف اكشن لكل سيكتور او لكل كويس بالظبط. تالت حاجه ايه؟ تعمل انجيجمنت للتيم بتاعك، انجيجمنت للتيم، توصل لكويك وينز، الناس تبتدي تصدقك. كويس. مهم جدا في الفريق اللي بيشتغل معاك ان هو يصدقك، خصوصا لو فريق جديد. ده كان فريق جديد بالنسبه لي، انا سبت خلاص فريق التريننج وامسك فريق البيزنس. فلازم الفريق ده لما تحدث كويك وينز يقول لك ده الراجل ده صاحب رؤيه، الراجل ده هبتدي يعني هنصدقه، يمشي معاه في نفس الطريق، هنمشي معاه في نفس الطريق. فهنا بالتالي كانت ايه النتيجه بقى في الاخر؟ الحمد لله ساعتها عملنا اولموست حوالي 106% من التارجت اللي كنا واخدينه، وده كان متطلب جروث عالي جدا عشان نوصل لل 106% دي. وفي نفس الوقت كمان انا ساعتها طلعت بزنس يونت، الستار بتاع البيزنس يونتس في الوقت ده جوه السعوديه. فببساطه شديده اللي انا نجحني هو تاني التريننج، هو الليرنينج، هو انك تقرا، انك تتعلم. فده ببساطه الجزء الاولاني بتاع لما كنت في الكوربريت. وده هنا بقى لما وصلنا للنتائج دي انا حسيت ان انا كان عندي انليش بوتنشال فعلا وطلع. وكان اللي شايفه هنا ساعتها المدير المباشر ليا اللي شايف عندي بوتنشال انا ما كنتش ساعتها متخيله، بس لما اتحطيت في الموقف ده انت ابتديت تتحرك وتنقل بعد كده. تاني تشينج حصل في حياتي وده كان دراماتيك تشينج بقى، ان انا سبت كوربريت فايزر 30 سنه وانا ناجح وكمفورت زون ومرتاح جدا، وقاعد في السعوديه معايا مصر وخلاص يعني مرتاح. فجيت بعد 30 سنه بقى قلت كفايه كده، لظروف اسريه لازم ارجع مصر. وهترجع مصر وهتسيب خالص فايزر وهتسيب الكوربريت خالص والكوربريت لايف اللي انا عشت فيها طول حياتي، انك انت تبقى سيلف امبلويد، تعمل انت فايزر. فانا هعمل فايزر بتاعتي انا، هبقى انا انت كنت زمان ترس في ساعه، انت دلوقتي الساعه كلها. فانت دلوقتي ازاي هتبقى قادر تبتدي تغير المايند سيت ده. خليني اقول لك بصراحه، انت ما كانش عندك لسه براند هتشتغل عليه، ما عندكش لسه السيرتينتي او الجول الواضح بالنسبه لك، فانت برضو داخل في مجهول. فهي تاني اتس اول اباوت المايند سيت. انت برضو عندك بليف وعندك بوتنشال، انت عارف ان انت هتوصل له. فاول حاجه فكرت فيها ان انا اعمل شركه انا اعملها بحبها، المجال نفسه بحبه اللي هو التريننج، وانا شاطر فيه وانا شاطر في التريننج. فقلت اعمل حاجه على الاقل انا بحبها وشاطر فيها. ودي نصيحتي لاي حد لما يبتدي يعمل بيزنس خاص بيه، يعمل حاجه هو بيحبها وفي نفس الوقت شاطر فيها. واهم حاجه انه بيحبها، لان شاطر فيها دي يعني ممكن نطوره فيها، ممكن نساعده عليها. فهي الجزء ده. فابتديت زي ما قلت لك من السكراتش خالص، وابتديت بعد كده بقى عشان تجمع بقى يعني ايه البرودكت اللي هتشتغل عليه، ايه الكومبيتيتيف ايدج اللي هتبقى عندك، ايه التاكسز، ايه نظام الضرايب، هل الشركه هتبقى منشاه فرديه ولا ذاتها مسؤوليه محدوده ولا استثمار. أيوة. انت دخلت في جيرني طويله جدا، قعدت سنه تقريبا. هبتدي لان اسهل حاجه في الشركه هو التريننج نفسه، انما اصعب حاجه اللي هي الحاجات كلها بقى 360 درجه التانيين. مكانها هيبقى فين، البرودكت ايه، اسم الشركه ايه، البراند بتاعها ايه، الويب سايت مين اللي هيعمله، ايه البرودكتس، مين اللي هيشتغل معاك. يعني الحقيقه جيرني طويله جدا. أيوة. جدا. انت كل يوم كمان بتبتدي تكتشف اوبستكل معين. عشان كده اللي هيانليش البوتنشال هو انك تحدد البوتل نيكس فين والمصاعب فين وتبتدي تحلها. يعني مشكله ورا مشكله، مشكله ورا مشكله، لغايه ما تحلها، لغايه ما تلاقي نفسك بتانليش البوتنشال بتاعك. احنا بقى لنا اولموست من 2016 لغايه دلوقتي، احنا 25، السنه الجايه هيبقى بقى لنا 10 سنين في اكسترا مايل. اكسترا مايل حتى انا سميتها اكسترا مايل ليه؟ لان بنقدم الاكسترا مايل، احنا بنحاول نقدم نفس كونسبت انليش وبوتنشال. بالظبط. انا بساعدك تانليش البوتنشال، وفي نفس الوقت برضو بساعدك ان انت يبقى عندك الاكسترا مايل اللي بتميزك عن اي كلاينتس حواليك او اي كومبيتيتورز حواليك. لان انت عشان تكمبيت في الوقت الحالي لازم تقدم للكلاينت الاكسترا مايل، حاجه unstated unexpected، مش عارف هتقدم له ايه، فبتقدم له حاجه جديده بتتميز عن كل اللي حواليك. نتيجه بعد تقريبا دلوقتي 9 سنين احنا معانا اكتر من 50 كلاينت على مستوى الميدل ايست.
معانا اكتر من 6 اندستريز مختلفه، من الهيلث كير والاوتوموتيف والبانكينج والاويل اند جاز، يعني اشتغلنا في كذا سيكتور الحقيقه. وفي نفس الوقت اكتر من 9000 يعني ليرنرز دايز في الفتره اللي فاتت دي كلها. ف يعني واحنا السنه اللي فاتت كمان عملنا فرع لينا في السعوديه، جوه السعوديه، فعملنا اكسبانشن استراتيجي لينا بره. ما كنا بندير السعوديه من مصر، لا دلوقتي احنا لينا فرع في السعوديه، فاحنا عندنا اكسترا مايل سعودي ارابيا بقى ايدنتيتي كامله هناك. فده نتيجه الانيشنج يور بوتنشال. فانا بقول امثله حقيقيه اهي. ايوه. وفي نفس الوقت كانت مرتبطه بكارير شيفت. خد بالك انا غيرت كارير شيفت من تريننج لسيلز جوه الاورجنايزيشن اللي انا كنت فيها اللي هي فايزر، وبعدين تاني من كوربريت لايف لان انت تبقى سيلف امبلويد وعامل شركتك الخاصه. الحقيقه كلام حضرتك فكرني بجيم كولينز وهو بيتكلم في الكتاب جود تو جريد اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، على مفهوم اسمه مفهوم القنفذ، يعني مفهوم الهيدج هوج، انه ازاي الشخص يختار. زي ما حضرتك قلت انا اخترت ايه الشغلانه اللي انا عايزها. اول حاجه هو بيقول انه المفهوم ده عشان تختار الوظيفه المناسبه ليك هو عباره عن كروس سكشن ما بين 3 دوائر. اول دايره دايره الباشن، ان تكون حاجه انت حابب تعملها، ممكن تعملها بدون مقابل. يعني انا اشعر وانا قاعد مع سعادتك انه انا ممكن اخش اعمل تريننج بدون مقابل لاي حد واساعد مع اي حد. رقم 1 يبقى اول حاجه الباشن، حاجه اعملها بدون مقابل. رقم 2 يكون ايكونوميك انجن، تدخل لي فلوس، لانه في الاخر لو حاجه انا بحبها وهي فعليا الماركت مش عايزها، او انا لو هقدمها مش هتدخل لي فلوس، يبقى ده كده مؤسسه خيريه وانا مش هعرف اعيش عليها. رقم 3 زي ما حضرتك قلت برضو، انه يكون ده على قد الابيليتي بتاعتي، يكون عندي كابابيلتي، اكون بعرف اعملها، ما تكونش حاجه بحبها او ما بعرفش اعملها، وما تكونش بتدخل ايكونوميك انجن. فالكروس سكشن ما بين ال3 دول دي النقطه اللي انا ابدا من عندها، صح كده؟ دي حقيقه ال3 دول كانوا موجودين زي ما قلت لحضرتك. انا حاجه بحبها اللي هي الباشن، حاجه انا شاطر فيها اللي هي الكابابيلتيز موجوده. طبعا 15 سنه في تريننج والتطبيق، والاهم من التريننج اللي هو التطبيق. لان التطبيق هنا زي ما قلت لك، انا لما حتى بقيت سبت التريننج ودخلت بقيت بيزنس يونت، انا نجاحي في البيزنس يونت هو من التريننج نفسه. اللي هي بنسميها تاسد نوليدج، اللي هي نوليدج مبنيه على الخبره، مبنيه على النو هاو، انا هنجح ازاي وهتساعد الناس اللي حوالي كمان تنجح ازاي. الجزء الثالث اللي اتكلم فيه هو ده طبعا يكون ايكونوميك انجن. صحيح، طبعا لازم صحيح. تكون سؤالي هنا بقى، يعني طيب ايه اللي بيخلي بقى ناس انت تظن ان هم هيبوس في الشركات بس لسه برضو طاقتهم مش قادره؟ اكيد في اسباب انه مش قادر يوصل للبوتنشال اللي موجود ده. هو البرفورمانس بتاعه وليكن في ميديوم رينج او في هاي رينج، لكن لا هو يقدر يوصل لاعلى من كده. ايه اسباب ده؟ الحقيقه الاسباب كتيره جدا. اولا ممكن تبقى انت انسان فيري انتليجنت، ذكي جدا، ومع ذلك ما تقدرش تانليش يور بوتنشال. ليه؟ لان فيها فاكتورز ثانيه ورا الكلام ده كله. زي ما شفنا جالوب بيقول لك 21% من الموظفين جلوبالي مش في بلد معينه هم اللي فولي انجيجد، اللي هم اكتفلي انجيجد، اللي هو طول النهار دماغه وقلبه في الشغل وايده في الشغل، دماغه وقلبه وايده في الشغل، فبالتالي منتج بشكل اوتستاندنج. طب الباقيين فين؟ الباقيين عندهم اسباب تانية بقى. من ضمن الاسباب اول سبب المايند سيت اللي هو طريقه التفكير، العقليه. تاني سبب بيجي هنا هو الخوف من الفشل، والخوف ان انا لما بدل مثلا مديري مديني تارجت جروث فيه 10%، لو انا عملت 20% يقول لك بس ده هو بيعرف يعمل 20%، فادوله بقى 30% السنه الجايه. انت ما تخافش على فكره، انت لما هتاخد 20% السنه دي وتعمل السنه الجايه 30%، انت هيبان كده ان انت اوتستاندينج بيرفورمر. انت ممكن تبقى مع دراستك للليدرشيب ممكن تبقى مدير كمان الناس دي كلها. فانت الخوف كمان ده، انا لو حققت انا هيدوني اكتر، فده سبب مهم. السبب الثالث برضه هو اللي هو ستيتس كو، اللي هو ايه، ليس في الامكان افضل من مكان. انا مبسوط كده ومرتاح كده وزي الفل كده، انا الهوموجينيتي. انا هغير ليه؟ واي شود اي تشينج؟ ده سؤال كلنا بنساله. انا مرتاح في الوضع ده، انا ايه اللي يخليني اغير؟ فالخوف من المجهول برضه، اللي هو زي ما قلت لك، عشان كده قلت لك تشينج اند وين ذن هاف فن. فانا هخرج من الكمفورت زون بتاعتي. خد بالك انا دايما بقول اللي بيطلع على المريخ، الرائد الفضائي اللي بيطلع على المريخ، اول حاجه بيعملها هو بيطلع من السرير اللي نايم عليه وبيفتح الباب وبيخرج. بنركب الصاروخ يوصل المريخ. فانت لازم تخرج من الكمفورت زون. يعني انت عمرك ما هتوصل. خد بالك الكمفورت زون مرتبطه بالجروث. عمرك ما هتكبر unless تاخد شويه ريسك، بس يكون كالكوليتد ريسك. نيجي بقى للسبب الرابع، هو الانفايرمنت، البيئه المحيطه، الكالتشر اللي عاملها المدير، وخصوصا المدير المباشر. بيقول لك الناس بتسيب الشركات مش بسبب الشركات،
لا، بسبب مديرها المباشر. بنسبه كام بقى تفتكر؟ 57%. شركه اسمها 57%. DDI عملت البحث ده ولقيت لك 57% من الشركات، او في الشركات يعني من المديرين الناس بتسيب الشركات بسبب مديرينها بنسبه 57%. فهنا ده يخلينا نقول ايه؟ فتش على المدير. هو اللي بيخلق الانفايرمنت الصحي، السيف انفايرمنت اللي خليك تبدع، اللي خليك تانليش يور بوتنشال. لان كلمه انليش يور بوتنشال هي مرتبطه بالابداع. خد بالك ان انا بخرج بره الكومفورت زون بتاعتي وبره الان بوكس سوليوشنز، لا اوت بوكس سوليوشنز. فانا هنا عشان اعمل ده ممكن افشل، ممكن اقع في فيلير. لو انا بقى مديري بيديني مساحه للفشل وبيأكسبت الفشل كجزء من رحله النجاح، انا ابتدي هنا انا بغلط وانا مش قلقان. ايوه، وانا بغلط وانا مش خايف، لا من مديري ولا من اخد جزء ولا من اي حاجه. مش كده دايما اقول لك فتش على المدير. فهنا بالتالي هرجع تاني لسؤالك، ممكن يكون عندي التالنت، ممكن يكون عندي الانتليجنس، بس ما عنديش القدره تو انليش ماي بوتنشال. لان زي ما قلت لك، لا اما انا عقليتي كده، لا اما خايف، لا اما مرتاح في الوضع اللي انا فيه. طب العقليه، يعني لو جينا نقول ان احنا دلوقتي اتكلمنا في 4 اسباب ليه احنا مش بنوصل لطاقتنا الكامنه بشكل عام، كان من ضمنها العقليه، ثم الخوف، ثم البيئه المحيطه اللي موجوده سواء بسبب المدير او بسبب الشركه حتى نفسها والانفايرمنت اللي موجود. فلو رقم 4 كانت ايه؟ احنا قلنا اول حاجه العقليه، ثم الخوف، ثم الكومفورت زون، ثم الكومفورت زون، الانفايرمنت ثم اللي هي الانفايرمنت. فيها المدير. لو جينا نتكلم بقى في العقليه نفسها، ايه اللي نقدر نوضحه اكتر في الجزء ده؟ لانه صراحه كلام حضرتك في موضوع المايند سيت ده فكرني طبعا بكتاب يعني الشهير طبعا لكارول دويك، وهي بتتكلم على فكره الجروث مايند سيت والفيكسد مايند سيت. فيكسد مايند سيت ده مش شرط يكون موظف بالمناسبه عشان يبقى جروث، او بزنس اونر عشان يبقى فيكسد، لا عادي، انا ممكن ابقى موظف بس عقليتي جروث مايند سيت. انا بكمبيت دايما مع اللي حواليا، بحاول اطور اصلا من نفسي واتعلم، بتقبل الفشل، بحاول اشتغل على نفسي 1 2 3 4. لدرجه ان هي كمان بتتكلم على انه المانجر في الوقت ده مهم انه لما يجي حتى يمدح الموظفين، ما يمدح حتى مع الاطفال، ما يمدحش الموظف على انه هو شاطر واشطر واحد وستار وهكذا، ده يمدح الاتيتيود بتاعه، يمدح انه بيقدر يوصل لاكسترا مايلز موجوده. فايه اللي نقدر نتكلم فيه في جزء المايند سيت ده عشان نقدر نقول لا نصحح العقليه فنقدر فعلا نريتش اور بوتنشال؟ الحقيقه العقليه هي نمره واحد، هي اهم حاجه، هي اللي بتخليك زي ما كارول قالت فعلا في كتابها اسمه مايند سيت، ان في نوعين في اللي هو جروث مايند سيت والفيكسد مايند سيت. هنا معظم الناس للاسف هم فيكسد مايند سيت، اللي هو ايه؟ ليس في الامكان افضل من مكان. انا خايف احقق اكتر فهشيل تارجت اكتر. انا خايف اخد الاكسترا مايل لحسن الناس تتعود على كده. خايف اعمل الحاجه الزياده لحسن الناس فعلا تتعود ان انا يعني اكني بديها الحته الزياده. هنا ده بالتالي بيفضل طول عمره قاعد واقف ما بيتحركش خطوه لقدام. في حين ودايما لما تيجي تدي له فكره جديده يقول لك على فكره عنده حاجه اسمها كيلينج فريزز، يقول لك اتعملت قبل كده وفشلت. يقول لك لا ثانيه واحده، يعني احنا هنكون احسن من اللي عملوها؟ هي ايه؟ ليس في الامكان افضل من مكان، وخلينا كده احنا زي الفل. طبعا ده شخصيه بتقاوم التشينج بشكل غير طبيعي. ده على فكره مشكله كبيره جدا، لان ده يعني هو السؤال، هل العالم بيقف؟ انت مش عايز تتغير، هل العالم هيفضل واقف معاك؟ لا طبعا. لغايه ما انت عشان لما تبتدي تنوي تتغير فهنتغير كلنا معاك؟ لا طبعا لا. العالم النهارده في تغير فظيع. فبالتالي هنا مين اللي بينجح بقى؟ بينجح اللي عنده الجروث مايند سيت. خد بالك اللي عنده جروث مايند سيت زي ما انت قلت او زي ما كارول قالت، هنا بيكون شخص هو بيفكر اوت اوف ذا بوكس، هو قابل حتى ان هو يفشل. الفشل بالنسبه له هو محطه من محطات النجاح. انا شخصيا بقول there is no failure, there is a feedback. يعني ايه فيدباك؟ يعني انا عملت حاجه غلطت فيها، طلعت دروس مستفاده، هشتغل عليها، هطورها، هتلافاها المره الجايه وانقل. انما مين قال ان النجاح ما فيش فيه كذا خطوه من خطوات الفشل؟ كلنا عارفين القصه الشهيره بتاعت توماس اديسون، الراجل اللي اخترع المصباح الكهربائي. يعني تقريبا تعثر حوالي 900 مره قبل ما طلع في اخر مره عمل هذا المصباح. ما فيش حد هينجح بدون ما يكون فيه فشل. فالفشل هو جزء من النجاح، الفشل هو جزء من الجروث. فاحنا الفكره في ايه؟ ان هذا الفشل انت طول الوقت خايف منه، فدي اللي هي نمره 2 بقى بعد كده. 2 الخوف. الخوف. فهنرجع زي ما قلت لك، الجروث مايند سيت مهم جدا جدا لعقليه المبدع، مهم جدا جدا لعقليه اللي عايز يانليش البوتنشال. وهنا هرجع تاني اربطه بالانفايرمنت، فتش على المدير اللي يساعدني ان هو يطور فيا ده. بس زي ما قلت لك
لازم يكون انت عندك الجروث مايند سيت جواك انت. فده الفرق. يا ريت كل الناس كلها عندها الجروث مايند سيت. ما كانش حد طبعا يعني اكتشف ان زي ما قلت لك 20 او 21% من الجلوبال كومبانيز على مستوى العالم او كوربريتس، 21% منها بس هم الناس اللي بتشتغل اكتفلي انجيجد جوه الاورجانيزيشن. طب هل في مثلا نصيحه او اتنين نقدر نقولها او اكشن عملي يقدر الشخص يعمله عشان يعدل المايند سيت بتاعته؟ لان انا هقول له خليك مبدع، جرب مره واثنين وثلاثه، فدي برضو نصائح. ايه الحاجه العمليه اللي ممكن يعملها فيغير بيها المايند سيت بتاعته؟ انا بسميها دير تو تراي، يعني ايه؟ جرب، حاول انك تجرب. بس زي ما قلت لك برضو، وانت بتجرب لازم تبقى متوقع انك انت هتفشل. عمليه السيتنج الاكسبكتيشنز دي فيصليه على فكره. لما بكون انا هعمل شركه جديده وانا حاطط فاكتور او احتماليه ان انا جايز افشل، فانا لما بفشل انا ده جزء من الاكسبكتيشنز، انا ما عنديش مفاجآت. فانا هنا لما بفشل كمان ايه الميكانيزم اللي موجود عندي؟ في جزء من الميكانيزم اللي هو الدروس المستفاده. هنقعد هنشوف ايه الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، ايه السبب فيها، ونبتدي نشتغل عليها تاني ونتحرك تاني. فنصيحتي هي دير تو تراي، لا جرب، خد الخطوه. اللي هو كونسبت هندسه تراي اند ايرور. بالظبط، تراي طبعا. هو الدنيا كلها ماشيه عن تراي، فانت لازم تجرب عشان تنجح. احنا حقيقة في انوفيشن جيت ساعات بيجي لنا كونسلتيشن لشركات في اكتر من قطاعات بشكل عام، عشان فعلا اعاده الهيكله او تحديدا في حته الماركتنج والسيلز. لان الفريق ده انا موجود في ماركت بيجيب تارجت معين، مش قادر اوصل لتارجت اعلى، او عايز امد رجليا في السوق ببساطه خالص زي ما هم بيقولوا. فتشعر الجزء اللي حضرتك كلمته ده يعني فكرني مع الاستشارات ان الكونسبت المهم للشركه اللي هو مبدا جلادويل اوتلايرز، انه عشان انت توصل مع بجانب الموهبه، انه الناس اللي عندك دول شاطرين، او انت كشركه بتتعامل مع الناس كويس، او العملاء اصلا بيحبوك، بس انت عشان توصل لاكسترا مايل بقى، او عشان البوتنشال بتاعك يبقى اعلى، تارجتك يبقى اعلى، استحواذك في السوق يبقى اعلى، لازم توصل لقاعده ال 10000 ساعه. 10000 ساعه ان الفريق اللي عندك ده يحاول مره واثنين وثلاثه وعشرة، يذاكر المبيعات مره واثنين وثلاثه وعشرة، تعمل لهم تريننج مره واثنين وثلاثه وعشرة، يجربوا يفتحوا اسواق جديده مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما يوصلوا للنجاح اللي حضرتك بتتكلم عليه. طيب الجزء الثاني بقى يا دكتور اللي هو الخوف، تمام، يعني نقدر نتكلم فيه ازاي؟ الخوف من الفشل. الخوف نوعين، خوف ايجابي وخوف سلبي. الخوف السلبي اللي هو الخوف من الفشل، فانا هفشل من كتر خوفي، انا هفشل. فده اللي احنا اللي الناس كلها متعارفه عليه، كلمه انا خايف من الفشل، فهنا بيبقى خوف سلبي، فبيخليني ما اتحركش، بيخليني احس بالشلل، بان انا اناليسيس باراليسيس، عمال افكر وافكر وافكر واخاف واخاف واخاف، ابطل ان انا مش هتحرك، ابطل ان انا مش هدير تو تراي، مش هحاول حتى ان انا اخد خطوه واحده لقدام ان انا اجرب حاجه جديده. هنا ده اللي هو بيوقع حته الانليشنج يور بوتنشال، اللي هو الخوف السلبي. وعلى فكره الخوف مرتبط بالمايند سيت تاني، لان الجروث مايند سيت هو عنده الخوف الايجابي، والفيكسد مايند سيت هو عنده الخوف السلبي. فهنا الخوف لو انت عقليتك نيجاتيف او عندك يعني فيكسد مايند سيت، هيبقى عندك الخوف السلبي اللي هو الخوف من الفشل، الخوف من المجهول اللي يخليك قاعد ما بتتحركش. ايه الخوف الايجابي اللي هو ايه؟ اللي هو الجروث مايند سيت. هنا ما بقاش خوف، هو خوف يخليك تحضر نفسك اكتر. هو النهارده انا خايف ان انا لو طلعت وركبت عربيتي دلوقتي وطلعت الجونه جايز اوصل بالليل، طب ما تخليني قاعد ما اروحش، يبقى اشوف بقى العربيه دي، اعمل تشيك عليها، تشيك اب عليها، اشوف الكاوتش، اشوف البنزين اخباره ايه، الزيت ايه، ممكن اكون موضب نفسي قبلها بيوم وراح التوكيل عشان اعمل تشيك كامل على العربيه، ابتدي ابقى معايا الجوجل ماب، ابتدي انا عارف انا هطلع فين، لما هوصل هناك ايه المكان اللي هقعد فيه، هل الفلوس اللي معايا كافيه، يعني عمليه بريباريشن ثم بريباريشن ثم بريباريشن. هنا ما بقاش خوف سلبي، لا بقى خوف ايجابي يحضرك ازاي تتعامل مع هذا المجهول، بقى انت عندك توقعات ليه وعندك حلول ليه. فهو ده الخوف اللي هو بيبقى مسيطر على الناس. بس لو قلبته بقى خوف ايجابي، خد بالك كل حاجه انت بتبص لها من تو ديفرنت برسبكتيفز، انت عايز تبص لها ايه؟ انت في الاخر اللي هتبص، لان انت لو ما خدتش المبادره دي على فكره اللي جنبك هياخدها. ما هي انت حسب جهزانك ليه، لان الفرصه بتيجي، في واحد بيفضل اخر خايف طول الوقت، فرصه تعدي من قدامه راحت منه. في واحد جنبك عنده البوزيتيف مايند سيت، عنده الخوف الايجابي، قام واخد الفرصه. يبقى الغلطه في الفرصه ولا الغلطه في الاشخاص؟ الغلطه في الاشخاص. فده الجزء اللي هو بتاع الخوف، ازاي نخلقه او نغيره من سلبي الى يكون
ايجابي. قلنا رقم 3 في اللي هو الكمفورت زون، اللي هو المنطقه المريحه اللي انا متعود عليها، اللي هو ليس في الامكان افضل مما كان، وانا كده مرتاح، وعلى كده بنعمل 10% جروث كل سنه وزي الفل والدنيا ماشيه. المشكله فين؟ المشكله ان انت لو ما طورتش نفسك وارتضيت بالستيتس كو، تاني اللي جنبك مش مرتضي بده. يعني حاجه زي مثلا الاي اي النهارده، الارتفيشال انتليجنس، واحد يقول لك ايه يا عم انا مش هشتغل بالارتفيشال انتليجنس، انا كده زي الفل وجميل وقادر اجيب شغل كويس وناجح والكلاينتس بتاعتي مهتمين بيا والكلام ده كله. هنا انت لو ما ابتديتش تبتدي ماشي مع التطور والانوفيشن اللي حاصله حواليك، انت هتتخلف عن هذا الركب، وبالتالي انت هيبقى ما عندكش اي كومبيتيتيف ايدج تقدمها اللي بيها الكلاينت تفضل تحافظ عليه. فانت النهارده استخدامك للاي اي مثلا في حياتك او في شغلك، ده بيساعدك ان انت تبقى عندك كومبيتيتيف ايدج فيرسس المنافسين اللي حواليك، وبالتالي تبقى انت عندك الاكسترا مايل اللي تميزك، اللي تخلي الكلاينتس يقول لك لا احنا عايزينك انت. فدي نقطه مهمه جدا، لازم تخرج من الكومفورت زون وتفكر فيها بشكل لا واي شود اي تراي. عشان كده تلاقي الفرق بين الشخص العادي والشخص القائد، او الشخص العادي والشخص الاوتستاندنج، هو حته الستيتس كو دي او الكومفورت زون والخوف. يعني هم كلهم مرتبطين ببعض، لان واحد يقول لك ايه انا خايف اجرب لحسن افشل، التاني يقول لك لا انا عايز اجرب وعايز انجح، وايه المطلوب مني عشان انجح. واخد بالك؟ هي في الاخر تو ديفرنت برسبكتيفز. فهي زي ما قلت لك العقليه، المايند سيت، ثم النهارده الخوف الايجابي، ثم الستيتس كو، او زي ما قلت لك تشالنج الستيتس كو، وتاني دير تو تراي، جرب، انت مش هتخسر حاجه. بس جرب وانت بكالكوليتد ريسك مانجمنت، يعني ما تبقاش داخل في الريسك وانت داخل فيه ومش محضر له، لا لازم تبقى انت محضر له. هو يمكن الواحد بيخاف من الفشل نفسه عشان الكوست اوف فيلير. يعني هو محتاج يتعامل مع الكوست اوف فيلير ده بالادفانتج والديس ادفانتج بتاعته، وممكن يبقى يتغاضى عن ده ازاي او يحل ده ازاي. صح العقليه كده؟ مره تانية، لو انا خايف عشان الناس هتضحك عليا، لو انا خايف عشان طول الوقت عامل حساب الناس، انا مش هنجح. لا انا حتى لو وقعت عارف هقف تاني ازاي. العبره مش بالوقوع، العبره بالوقوف. قصدي اقول ده محتاج اناليسيز. يعني انا خايف ان انا افشل في حاجه معينه، خلاص انا هشوف ايه الكوست بتاعها اول ما افشل فيها، واكتبه 1 2 3 4، واشوف ايه السترينثز بتاعت دي والويكنسز بتاعت دي والاوبورتيونيتي اللي هتضيع عليا والثريتنس لو ده حصل. طبعا هنا كوست بنفيت ريشيو، كوست ثمنها قد ايه والبنفيت ثمنها قد ايه، وبعدين الار او اي قد ايه. ما هو النهارده الريتيرن اون انفستمنت، النهارده انت بتحسب انت البنفيتس اللي عايده عليك قد ايه، والكوست اللي انت هتدفعه قد ايه، وتبتدي بقى تقسمه تاني على الكوست وتشوف الار او اي بتاعه هو ايجابي ولا سلبي ولا هو عباره عن ايه بالظبط. فدي كلها حاجات لازم انت تاخدها في عين الاعتبار وانت بتعمل الكالكوليشنز بتاعتك. هي الفكره برضو ان الخوف يعني في الاخر هو صوت عقلاني وصوت نفسي داخلي على طول بيذكرك انك هتخاف والفيلير ده هيحصل 1 2 3 4. انا يعني كلام حضرتك دلوقتي ذكرني باتوميك هابت، لما جيمس كلير وهو بيتكلم على موضوع انه الحواس الخمسه للانسان لو عايز يغير عاده او عايز يغير الصوت الداخلي اللي جواه ده، فهو محتاج يعرف لانه لازم يستخدم الخمس حواس دول في رده على نفسه. رده على نفسه ازاي؟ انه محتاج يتكلم ويقول، يتكلم بصوته كده انه الفيلير اللي هيحصل ده هو واحد، بيكلم نفسه 1 2 3 4 وانا هتعامل مع 1 2 3 4، ويكتبه عشان يشوفه بعينيه، ويمسك الورقه بايده عشان يغير التفكير اللي موجود عنده ده. مش عارف بقى بصراحه يشم الورقه ولا لا، بس اللي قصدي اقوله بطبيعه الاحوال انه عشان يغير الصوت الداخلي ده في خطوات عمليه لازم يمشي عليها زي ما كنا بنتكلم في الاناليسز، ويتعامل معاه بالشكل ده. دي حقيقه، ولذلك حتى الفيجواليزيشن مهم جدا. الفيجواليزيشن مهم جدا. يعني انت محتاج تبص على نجاحك ده، مش كده بس. انت احيانا يعني براين تريسي يقول لك ايه، وانت بتكتب الجولز بتاعتك المستقبليه اكتبها بالزمن الحاضر. انا دلوقتي معايا مليون جنيه دلوقتي، صحيح. انت معكش مليون جنيه ولا حاجه، صحيح. يقول لك انا هحط الاوبجكتيفز بتاعتي المستقبليه في الوقت بتاع الحاضر. لان انت هنا بتستحضر نجاحك. أيوة. وفي حاجه لطيفه قوي اسمها سيركل اوف اكسلنس، اللي هو ايه، انا خايف اطلع اعمل برزنتيشن، مش هعمل برزنتيشن. انا خايف اعمل بابليك سبيكينج، انا خايف اعمل بودكاستنج، مش هعمل على فكره. انما الحل ايه؟ ان انت بتعمل حاجه اسمها سيركل اوف اكسلنس، هي دايره وهميه او انت بتجيبها على ورقه بيضاء وبتقوم راسم دايره وراسم نفسك جوه الدايره، تستحضر كل نجاح انت نجحته في حياتك.
ده انا في ابتدائي كنت جايب 90%، ده انا في اعدادي كنت جايب 93%، ده انا في ثانوي مش عارف كنت كام على الدوله او كام على الجمهوريه، ده انا جبت جيد جدا مرتبه شرف، ده انا كنت طالع الاول في السيلز. تحط نجاحاتك، تستحضر كل نجاحاتك، ده هيقوي عزيمتك، هيقوي ارادتك، اللي بيها بعد كده تقدر تخش على البرزنتيشن دي تقول لا اي كان دو ات. هو ده الفرق مره تانية، انت المايند سيت بتاعك شكله ايه. انا كده بعمل نيورو بروجرامينج لينجويستيك بالظبط، NLP. ال NLP، برافو عليك. برمجه لغويه بالظبط، عصبيه واهم ميكس. حاجه فيها الفيجواليزيشن. عشان كده بيقول لك ايه، يعني انا فاكر كويس قوي كان احد العدائين المغاربه كان حاطط صورته فوق سريره وهو بيعيط لانه فقد مثلا الميداليه الذهب في الدوره اللي فاتت، الاولمبيه اللي فاتت. هو ليه حاططها؟ علشان كل ما يشوفها يحس بالالم، يبتدي يشتغل بشكل اقوى. في واحد تاني يقول لك لا انا هحط مثلا نمبر 1 في الدولاب، افتح الدولاب الاقي نمبر 1، اركب العربيه الاقي نمبر 1، الاقي يعني. فانا بحط لنفسي اسبيريشن معينه، فيجوالايز بشكل معينه عشان استحضرها. ده بيقويك على فكره، ده اللي بيخلي تتفجر الطاقات اللي جواك، ده اللي بيخليك لو انت بطل رياضي تقوم من على السرير وتنزل تجري في الثلج كل يوم وتشتغل. فهي انت عايز ايه في الاخر؟ النجاح اختيار. انا دايما بقول النجاح اختيار، وكمان الفشل اختيار. اختار وفي فاتوره هتدفعها في الاخر. بس هل معنى كده انه الارم الاساسي اللي اشتغل بيه عشان انليتش ماي بوتنشال هو التحفيز؟ احفز نفسي دايما وغيره؟ لانه ساعات حد بيتغيل انه ايه، انا مش هشتغل غير لما ابقى بحب الكرياتيفيتي، ما بحبش الروتين، انا احب ابقى مبسوط وانا شغال، احب اشتغل بس الحاجه اللي انا اصلا بحبها. انا لو مودي النهارده مش مبسوط لازم اكون مبدع عشان اعرف اشتغل. فانا اشعر ان ده مش صح طبعا، لان هنا بتيجي حاجه مهمه جدا جدا تو انليش يور بوتنشال، هو الديسيبلين، النظام. النهارده كريستيانو رونالدو عنده تالنت، اكيد عنده تالنت، بس عنده الديسيبلين قد يفوق التالنت بتاعه. عنده نظام غذائي قاسي جدا، عنده نظام رياضي قاسي جدا، بينام عدد ساعات معينه بشكل كونسيست. قصه في الكونسيستنسي، قصه في الاستمراريه. فانا هنا مزاجي حلو فانا هبتدي اشتغل، انا بكره مزاجي وحش فمش هشتغل. طب ما ده شيء طبيعي، النهارده ممكن يبقى مزاجك الصبح وحاجه يبقى حلوه قوي، وبالليل يبقى مزاجك بعد الظهر. مش هينفع اخضع للاهواء الشخصيه، لا، انا بحط الديسيبلين برتبط بيه وسيستم اتحرك بيه، ده اللي هيخلق الانليش اور بوتنشال. بالمناسبه فالنهارده انا مثلا مرتبط يعني لازم اكل اكل معين كل يوم، لازم تاكله. لازم تنام عدد ساعات معين، لازم تنامهم. لازم النهارده مثلا تجري بطريقه معينه، او تمارس رياضه عدد ساعات معينه. ده ديسيبلين، ده جزء اساسي من النجاح. نو واي. يعني كلام حضرتك فكرني بأحد الشركات في مجال التطوير العقاري، كانوا كاستشارة كنا دخلنا فيها بشكل عام هنا في الشركة، وكانت المشكلة في الفريق تحديدا، لأنه الفريق كان بيجيب حوالي 3 ديلز في الشهر. فالناس شايفين ده طبعا في التطوير العقاري بيشطب الشقة يشطب الفيلا أو، وبالنسبة لهم ده كويس قوي. فحتة ان احنا بنشتغل معاهم عشان التارجت يبقى 5، انت كنت بتقابل ريزيستنس غير طبيعي. ونقول لهم طيب انت ممكن تعمل ايه بشكل مختلف عشان توصل اصلا لل5 دول؟ لا انا مبسوط زي ما حضرتك بتقول ايه، ليس في الامكان افضل من مكان. وبعدين احنا كده لما نغير النظام ده فاحنا ممكن ايه، ما نقدرش حتى اصلا نوصل لل3 اللي احنا اصلا بنوصل لهم. فحته اللي تشينج ريزيستنس برضو، يعني ممكن المدير يحلها ازاي او الشركه تحلها ازاي، او ايه اصلا اسباب رفض التغيير بشكل عام عشان نعرف نحل المشكله دي؟ لما نفهم من الطبيعي ان الناس تريزيست للتشينج، الناس العاديه يعني تريزيست للتشينج، وده جزء طبيعي من رد الفعل للخوف من المجهول والخوف من المجهود، واخد بالك، وعدم وضوح الرؤيه. فده يبقى طبيعي ان انا اقاوم. تبقى انت فاهم كده، تبتدي تعمل بعكس الكلام ده. لان انا طول ما انا مش فاهم، طول ما انا مش شايف، طول ما انا خايف، ده الانسان يعني يخشى ما يجهله، ده بطبيعه الطبيعه البشريه. فانت هنا بالنسبه لي لما اجي مثلا هانسرت تول جديده، تكنولوجي، مثلا هعمل اوراكل سيستم، هعمل ساب سيستم، هعمل CRM سيستم جديد جوه الشركه كتول، كتكنولوجيكال تول، ده اللي يحدث التشينج، يحدث تشينج على مستوى التول. انما انت لم تحضر الهيومن ريسورسز والكابابيلتيز والمايند سيت بتاع الناس انها تستخدم التول. لان انا ممكن ابقى فاهم ان التول دي، لان انا مش فاهمها كويس، انها بتعمل لي تراكنج، هتبتدي تعمل كنترولنج عليا انا بتحرك ازاي، بعمل كام كول، بقول ايه في الكول. هتبتدي هي كانها بوليس مان. لا،
انا هنا بالتالي لازم اجيب الناس واعمل لها تشينج مانجمنت ورك شوب، واوضح لها ان التريننج ده لمصلحتكم. والتريننج انت لما هتعمله انت النهارده هتوفر وقت، هتوفر طاقه، وفي نفس الوقت هتبقى فوكس اكتر على الكلاينتس، هتبتدي تحدد سيجمنتيشن بشكل افضل، هبتدي ابقى انا عارف ايه اخر حاجه انا قلتها للكلاينت، لما ابتدي معاه تاني في تاني قعده هبتدي من نهايه اخر قعده. استخدام التكنولوجيا هيساعدني وهيوفر وقت ومجهود وفلوس عشان اقدر اوصل لاحسن نتائج. فانا لو مش شايف ده بالتالي ما فيش حاجه هتتغير. وبرده في التشينج مانجمنت انت محتاج تجيب المدير الكبير الاول، اهم حاجه الاداره فوق اللي هي الاداره اللي هي التوب مانجمنت لازم يكون شاري ده، وبالتالي لما يكون شاري ده يبتدي يبقى كاسكيد الداون على الناس اللي تحتيه. وبعدين نعمل برضو حاجه زي ما انت قلت، التحفيز اللي هينقل معانا يا جماعه هنغير. يعني انا استحضرني قصه جميله جدا، ليا صديق في السعوديه لسه بيحكي لي الاسبوع اللي فات، بيقول لي احنا جينا كان عندنا جاب محترم يعني عشان نقفل السنه خلال اسبوع يعني او اسبوعين مثلا. فجه قال ايه، بصوا يا جماعه النهارده اللي هيقفل الرقم بتاعه انا هطلعه الماتش الفلاني في المغرب، اللي هي الدوره بتاعت افريقيا اللي هي شغاله دلوقتي. لو قفلتوا رقمكم هوديكوا الدوره دي، والمديرين لو قفلتوا رقمكم هوديكوا الماتش التاني. انا عايز اقول لك الشيء الغريب جدا، الناس قفلت ارقامها. فهنا احيانا التحفيز الخارجي برضه بيلعب دور كبير جدا، انما يبقى دايما التحفيز الداخلي ده طبعا اللي هو بيضمن استدامه اكتر. انما ما يمنعش ابدا ان انا محتاج برضه حافز خارجي عشان يساعدني ويحركني لقدام اكيد. هو تقريبا ده دي ثيوري بتاعت هيرزبرج لما كان بيتكلم على انه التغيير بالنسبه للموظفين بيعتمد على عاملين، الهايجين افكت العامل الاساسي القوي المحفز، والنقطه الثانيه الموتيفيتورز. فزي ما بنقول في اللغه العربيه اذا اختلفت الدوافع اختلفت الهمم. فالمفروض كل مدير يبقى عارف ايه الموتيفز بتاعه الموظفين بتوعه عشان يقدر يحركوا للامام. تمام. وخد بالك لازم الحافز هنا يكون ماشي مع الاتشيفمنت، متناسب مع الاتشيفمنت. يعني ما بقاش انا جايب لك مثلا ادخل لك بيعه مثلا ب 10000 جنيه تكافئني زي ما دخلت لك بيعه بمليون جنيه. لازم هنا يبقى الحافز على قد الاتشيفمنت، وفي نفس الوقت يكون الحافز برضو يكون حاجه بيحبها الموظف، يعني حاجه تبقى ماشيه مع رغباته، واخد بالك. وفي نفس الوقت يكون الحافز اون ذا سبوت في ساعتها. فدي تبقى برضو حاجات من ضمن الحاجات المهمه جدا. يعني معنى كده عشان احفز الموظف ممكن يبقى في الاخر انا بتقابل او بواجه العاده اليوميه بتاعته، العادات بتاعته، لانه ساعات بتشعر انه في عادات عند الشخصيات، عند بالعكس ده ممكن تبقى عاده في الفريق ككل اللي هي بقى الكوربريت كلتشر او التيم كلتشر اللي موجوده. تمام. فازاي هل بقى العادات اليوميه نفسها ممكن كمان تبقى عقبه في ان انا اوصل للبوتنشال بتاعي؟ اكيد، لان العادات دي مرتبطه برضه بالديب انسايت. انا متعود على كده، انا متعود كل ما اصحى الساعه 11 الصبح او الساعه 3 الظهر، فهي عاده. فخلاص عشان تجيبني 9 الصبح او 8 الصبح الموضوع مش سهل. عشان كده هنا نرجع تاني للديسيبلين. الديسيبلين هنا اساسي ومهم جدا في ان انت تحطه كقاعده اساسيه جوه الاورجنايزيشن عشان تبتدي الناس تبقى ماشيه على منظوم وثابت. خصوصا الفرق، في فرق ان انا اكون بشتغل سولو لوحدي، فانا هنا متحمل نتائجي لوحدي. انا صاحب شركه منشاه فرديه، فانا انا المدير وانا كل حاجه في الشركه، فانا المتحكم في النتائج. في فرق ان انت مدير شركه معاك 20 30 40 100 300 موظف، فمش هينفع هنا اسيب الامور خاضعه للاهواء الشخصيه. لا، لازم يكون في ديسيبلين، في مراقبه لهذا الديسيبلين، وفي تحفيز لان الديسيبلين ده يكمل بشكل نظامي. يعني مش هينفع انجح بدون ديسيبلين. هو طبعا افضل الكتب في تغيير العادات وقوه العادات او حتى اتوميك هابتس، والاثنين بيتكلموا في نفس الكونسبت، لانه العاده هي عباره عن سايكل انت محتاج تكسر السايكل دي، عباره عن روتين بقى سلوك اوتوماتيك بالنسبه لك انت بتطبقه. وقوه العادات مثلا بيقول ان هم 3 محاور: الاشاره انه انا مثلا حاسس بتوتر او غيره، رقم 2 المحفز، طب انا عايز اوصل للاستقرار الذهني او اكتر، رقم 4 المكافاه. المحفز اللي في النص ده بالنسبه لنا دلوقتي يبقى الموبايل، ريلز وطالع نازل طالع نازل او غيره يعني. فالحل في الموضوع ده ان انا اكسر الروتين ده، اكسر المحفز اللي موجود ده عشان يبقى فيه محفز تاني مثلا مختلف. طيب انا في موضوع العادات ده عشان انليتش ماي بوتنشال بشكل عام عشان اوصل للنتائج اللي انا عايزها كفريق، هل بجانب ده مطلوب مني انا نفسي كمدير
بدير 5 أو 10 موجودين عشان اوصل بقى لفكره الليدرشيب او يبقى عندي ايموشنال انتليجنس عالي؟ هل مطلوب مني في اداره الفريق احفز الفريق ازاي؟ هل مطلوب مني ما احطش ضغط عليه؟ لان ساعات في وقت من الاوقات بيقول لك طب ما انا لازم اضغط عليه، هحفزه بس في نفس الوقت كمان لازم اضغط عليه. فازاي اوصل الى ان انا احفز الفريق بتاعي بدون ضغط؟ لو رجعنا موضوع تحفيز الفريق بدون ضغط، اولا الضغط هنا ممكن يكون برضو صحي او مرضي. الاستريس هنا ممكن يكون ايجابي او سلبي. فالاستريس هنا او الضغط هنا لو هو همارسه لازم امارسه بشكل صحي. يعني ايه بشكل صحي؟ اولا هل انا الجولز اللي انا حاططها هي رياليستيك ولا مش رياليستيك؟ هي سمارت ولا مش سمارت؟ هل بعد ما حطيت الجولز دي هل الناس معاها التولز اللي تساعدها على الوصول للجولز دي ولا لا؟ هل مع الخطط والبلانز اللي هي تساعدها على الوصول ده ولا لا؟ هل معاهم الكوتش والمدير اللي هو يقدر يعمل لهم كوتشنج ويوصلهم للنجاح ده ولا لا؟ فدي كلها عوامل تانية تخليك فعلا قادر تخلق الاسترس ده اللي هو بشكل ايجابي. عشان كده قلت لك ايه؟ انليش يور بوتنشال مش بالعافيه، انليش يور بوتنشال بالتريننج، انليش يور بوتنشال بالريسورسز، بالسيستمز، بالسبورت، بالكوتشنج. فهنا ساعتها ده مش ده انا بسميه بقى ستريس فور سكسس. حطيت لي ستريس بس ينجحني. انما الاستريس التاني اللي هو مدير يو عمال ستريس يجيب او دي الناس، ستريس. يجيب الناس يعلي صوته عليهم ويبتدي كل يوم يديهم كلام يعني نيجاتيف. هل ده الاستريس ده اللي هيوصلنا للجولز؟ طبعا لا. لو نظام الخرزانه والكلام ده، الحقيقه اللي هيحصل ايه؟ ان هذا الاستريس هيتحول الى انكزايتي. يعني بدل ما ستريس خارجي بقى انكزايتي داخليه وبقت مرضيه. ابطو الناس بقى ممكن يجي لها سايكوسوماتيك ديزيز وامراض هي تبدو انها عضويه انما هي اصلها نفسيه. فممكن تلاقي مثلا واحد يعني يجي يبتدي يمسك بطنه وجعاه، هو مفيش حاجه على فكره في بطنه، هو بس كل ما بيشوف المدير ده بطنه بتوجعه لانه مرتبط بان هو عنده يعني انكر بقى في انكر. بالظبط في انكرنج خلفيه معين او اول ما يسمع اسمه. فهنا بالتالي المدير الناجح اللي يقدر يفهم الكابابيلتيز بتاعت الناس فين، ايه السترينثs بتاعتهم، ايه الويكنسز اللي يشتغل يعني. وعلى فكره كونك تشتغل على السترينثs بيبقى اسهل واسرع. يعني محمد صلاح مثلا بيلعب رجله الشمال اقوى من رجله اليمين. لو انا النهارده الكوتش بتاعه عشان اقوي رجل اسرع واجيب نتائج اسرع تبقى رجله الشمال. انما هنا هل ده معناه اسيب رجله اليمين؟ طبعا لا، لان هي جزء مهم من الماتش. فانا هطورها بس ايه، هصبر عليها شويه. اللي هي نظريه التمتين، المينتيننج، يعني اشوف ايه بالظبط. فدي كلها فاكتورز. هنا بقى التاني فتش عن المدير اللي عنده الوعي اللي يقدر يعمل الكلام ده. انت حضرتك ماسك في المدير قوي. طبعا لان زي ما اقول لك 57% من الناس بتمشي من الشركات بسبب مديرها المباشر. أيوة. فالمدير المباشر ده هو الشركه بالنسبه لي. فلو المدير المباشر ده انا مرتاح له وحاسس فعلا ان هو بيشتغل معايا، انا هشتغل. انت خد بالك في ليفل من الليفلز الليدرشيب اللي هو الليفل الثاني بتاع جون ماكسويل، انا بشتغل عشان خاطر المدير. يعني ممكن اجيب ارقامي اعمل 100% بتاعتي، بس انا ممكن اعمل 200% عشان خاطر المدير محتاج حد يسبورت الرقم بتاعه كله. طب ايه هي الليفلز بتاعت جون ماكسويل في الليدرشيب بحيث ان احنا نفهمها؟ هو اول ليفل طبعا اللي هو الاثوريتي ليفل، اللي هو انا المدير حاطط يافطه على المكتب بتاعي انا مدير. ايوه. فانا بمارس ادارتي والانفلونس بتاعي. وجون ماكسويل بيقول لك الليدرشيب في كلمه واحده ايه؟ انفلونس. فبالتالي الانفلونس انا همارسه ازاي؟ طبعا ده مش انفلونس اللي هم الانفلونسر بتوع تيك توك والحاجات دي. والله هم انفلونسرز هم بيأثروا طبعا. أيوة. وكلمه انفلونس هو بيأثر كتيك توكر او انفلونسر او كونتنت كرييتور. لانه يعني واحد مين اكبر انفلونسر في العالم؟ هو اعتقد كريستيانو رونالدو. راجل عنده يعني ده يعني انا بالنسبه لي كريستيانو رونالدو بحس ان هو نموذج علمي بيتحرك، هو نفسه براند. ايوه. يعني كريستيانو نفسه هو نفسه شخصيا كده براندنج. صحيح. لما بيخش في اي فريق بيعلي اسهم الفريق، بيخش اي دوله بيعلي اسهم الدوري نفسه بتاع الدوله. طبعا. يعني شوف مثلا كريستيانو رونالدو عمل ايه في السعوديه في الفتره اللي فاتت. فالنهارده دي كلها حاجات مهمه جدا. فدي لازم طبعا بنبتدي نراعيها بشكل قوي جدا. هو طبعا كريستيانو بيمثل الفكره او الفرق ما بين الابداع والتالنت. أيوه. وما بين الروتين، وانا قصد اقول كلمه روتين والسيستم. طبعا. لانه هدف من اهداف الشخص وهو بيدير نفسه انه يوصل لمرحله الروتين، انه يوصل لمرحله السيستم. طبعا. مش انه دايما يبقى حاسس انه بيشتغل وقت ما يعجبه وبيشتغل وهو مبسوط اصلا. لا. ولا لا. لانه وانس انه بقى روتين بقيت بعمله في شكل العاده، اللي هو سلوك اوتوماتيكي، اللي هو سلوك باقل مجهود، اللي هو سلوك باقل طاقه. وهو ده الفكره اللي بيقول لك ايه، طب ما يا جماعه الروتين ده بيكسر الابداع او بيخنق الابداع. بالعكس، الملل ابو الابداع. الروتين والسيستم اللي انت بتخلقه على مدار يومك وعلى مدار اسبوعك وعلى مدار شهرك
على مدار في الشغل بتاعك او في حياتك العاديه بيدي مساحه وطاقه لعقلك انك تفكر في حاجات اهم، ما تبقاش قاعد بتفكر. كلامك ابسولوتلي رايت. خلينا نرجع ونقول ايه، وانا عشان انجح محتاج ايه. انا النهارده عندي جول معين، انا عندي النهارده حلم معين، انا النهارده بدخل 40 سيجاره في اليوم، بشرب سجاير علبتين في اليوم. ايوه. فانا عندي رغبه ان انا ابطل سجاير. انا معايا مثلا ماستر، عايز اعمل دكتوراه، عندي رغبه ان انا اعمل دكتوراه. انا مثلا النهارده وزني 120 كيلو، عندي رغبه ان انا ابقى 80 كيلو. عندي، انا عمري ما لعبت رياضه في حياتي، عندي رغبه ان انا مش هقول لك ابقى بطل رياضي بس ابقى شخص رياضي. خد بالك؟ فهنا بتيجي اهم دي، هي الديزاير، الرغبه. ولازم الرغبه تكون بيرنينج ديزاير، لازم تكون رغبه ملحه جدا جدا عليا ان انا فعلا لازم اخس، لازم ابطل سجاير. عشان كده تاني الخوف اللي بيحركنا للاسف. ليه؟ انا النهارده رحت للدكتور مثلا وقال لي خد بالك انت لو فضلت تشرب سجاير بالشكل ده، انا بقول لك على نهايه السنه ممكن تبتدي تركب بقى دعامه، يحصل لك مشكله في قلبك، لان انت النهارده القراءات اللي انا قاريها دي لا فيها ريسك. فانا بقول لك حاول تبطل التدخين. هنا انت بقى الرغبه هنا للاسف هي رغبه اجباري، انت مش رايح تبطل تدخين بمزاجك، بس في الاخر بقت رغبه ملحه. فاول دي لازم تكون انت موجوده عندك، الدي اللي هي الديزاير. ولازم طب تبقى هل الديزاير وحدها تكفي؟ لا. ليه؟ ممكن ابقى انا بقول لك يعني عمال اشرب سجاير دلوقتي اهو، بقول لك والله انا نفسي ابطل سجاير يعني، او مثلا حاطط قدامي صينيه حاجه حلوه قوي كده وعمال اكلها، والله نفسي اخس. الرغبه لوحدها لا تكفي، لازم تاخد قرار. يجي رقم 2 ديسيجن، الدي الثانيه، لازم تاخد قرار. امتى هتبتدي رحله الاقلاع عن التدخين؟ امتى هتبتدي رحله الدايت؟ امتى هتبتدي رحله انك انت تعمل ماستر؟ انا مثلا حاجه اقول ايه، والله هقول لك حاجه، 1 رمضان فرصه بقى ان احنا داخلين على رمضان، فانا هبطل التدخين اهو لمده 12 ساعه طبيعي، فانا هبطل تدخين الحمد لله واساعد نفسي على الحته دي. انا صايم في رمضان، فانا هبتدي امشي الدايت بتاعي في 1 رمضان. جميل جدا زي الفل. اذا انت خدت قرار، خدت قرار وخدته، ودايما بقولها خليك صادق مع نفسك. دي نقطه كي على فكره، سكسس فاكتور او كريتيكال انا كمان. هقدر اعمل ده ولا لا، او خليك هعمله صادق ولا مع لا. نفسك بالظبط. هنا الدي التانية، انا خدت قرار حلو قوي، هتخش 1 رمضان، هتبطل تدخين ازاي؟ هتعمل ايه يعني؟ انا هبطل ابقى بطل رياضي، هتعمل ايه يعني؟ هتدرس ماستر، هتعمل ايه؟ لازم يجي التالتة بقى، دي التالتة اللي هي الديسيبلين، اللي هو سيستم، نظام. هعمل ايه عشان النهارده ابطل تدخين؟ هل اروح لمركز علاج ادمان التدخين مثلا هيساعدني؟ هل مثلا هحط لنفسي بروجرام ان انا كل اسبوع هقلل سيجاره؟ على فكره يا ريت انت لو مشيت بكل اسبوع هتقلل سيجاره، هيبقى انت النهارده بعد مثلا 40 اسبوع هيبقى انت كده ايه، يعني عملت اتشيفمنت قويه جدا ان انت قللت 40 سيجاره. ممكن بعد 40 اسبوع تلاقي نفسك مبطل خالص معايا. فهنا برضو علشان اكون رياليستيك واكون امين مع نفسي، لما تيجي تحط الديسيبلين يكون رياليستيك واكون قادر اعمله. عشان كده جت الاتوميك هابتس اللي انت بتقول عليها، اعمل لنفسي كل يوم 1% امبروفمنت. يعني الراجل اللي الف اتوميك هابت قال لك ايه، ال1% كل يوم فوق اللي انا عملته امبارح بيجي بعد سنه بيحصل 37 مره امبروفمنت. 37 ضعف. 37 ضعف، تخيل. ده يعتبر كومباوند جروث مش لينير جروث. يعني ده فرق كبير جدا ان يبقى الكومباوند واللينير جروث. فعشان كده بيقول لك ايه النهارده، انا ما بقراش ماشي 15 دقيقه في اليوم، لا كتير، 5 بعد دقائق ال 15 في دقيقه اليوم. بطل. بطل حتى لو انت معاك وقت، بطل. ليه؟ خلاص عشان تخلق عاده. عشان كده دايما هنا الهابت مرتبطه بحاجه اسمها ريتشوال. ريتشوال يعني حاجه انا بعملها طبيعي كل يوم. عشان كده تلاقي الدكتور يقول لك ايه، هتاخد 3 اقراص في اليوم من الدواء الفلاني بعد الفطار والغدا والعشاء، لانه عارف ان انت هتفطر وهتتغدى وهتتعشى، فلما يقوم رابطهم بالدواء انت مش هتنسى الدواء. فبالتالي هنا مثلا انا بركب باص وبروح الشركه بتاعتي، فانا بقول لك اقعد اقرا كل يوم نص ساعه وانت راكب الباص. انا هركب الباص كل يوم، فانا وانا قاعد بدل ما انا قاعد ما بعملش حاجه امسك الكتاب او ماسك حاجه معينه اقعد اقرا فيها نص ساعه. فحط لنفسك اللي هي الاتوميك هابتس دي، سهله بسيطه بس في اطار ديسيبلين، كل يوم هعمله. والفروقات خد بالك مش هتلاقيها عاليه في الاول. يعني انا لو ابتديت دايت مثلا وابتديت امشي وابتديت اعمل ده وانا هخس، تاني يوم
طبعا لا، بس انت على الاقل مثلا هتبقى انت عارف معاك اسبوع تبتدي تنزل كيلو، الاسبوع التاني مثلا هتنزل كيلو تاني، لغايه ما في مرحله معينه مثلا بعد شهرين 3 لا ده انت بقيت يعني نزلت بشكل فيري سيجنيفيكانت. ده ينطبق على اي حاجه انت بتتمنى تعملها. لازم يبقى عندك ديساير الاول، ثم ديسيجن، ثم ديسيبلين. بيجي بقى تشالنج قوي جدا عليك، هو ان بيبقى فيه مغريات وانت بتبطل سجاير كده، هتلاقي واحد حبيبك يقول لك يا عم السيجاره يعني خد لك سيجاره، مش هتعمل حاجه يعني، هو ده مش حبيبك بقى. مش حبيبك بقى عشان بس خاطر القعده والكلام الجميل ده. او مثلا انا مبطل دايت بشكل معين وعندي مثلا يوم فري في الاسبوع، اليوم التاني خلاص هرجع تاني، تلاقي واحد صاحبك يقول لك لا ده انا جايب اكل حلو قوي ومش عارف ايه، وهنطلع ناكل حاجات كلها unhealthy بالنسبه للدايت اللي انت فيه. هنا يجي بقى الدي الرابعه اللي هي واحده مهمه جدا، اللي هي الديترمينيشن، تصميم على الديسيبلين، تصميم على استمراريتي للوصول للجول. وده برضه بيبقى فرق ما بينك وبين اي حد تاني. الغريب بقى في الموضوع ده، انت الاربعه 4 ديز دول اللي هو الديزاير ثم الديسيجن ثم الديسيبلين ثم الديترمينيشن، اي حاجه اي حد فينا نجح فيها هيلاقي الاربعه كانوا صح معمولين، واي حد فشل في واحده منهم البروجكت وقع. ايوه لو استرجعت كده حتى اي بروجكت انت نجحت فيه في الماضي هتلاقي الاربعه كانوا موجودين. اي بروجكت انت فشلت فيه في الماضي هتلاقي واحده منهم وقعت. اي واحده فيهم طبعا، اول واحده لو وقعت الباقي مش هتعمل، ايوه تاني واحده لو وقعت الباقي مش هتعمل، تالت وهكذا. اي واحده هتوقع اللي بعديك على طول. فعشان كده دي نصيحتي لحته اللي عايز يعمل تشينج او اللي عايز يحط جول او اللي عايز يانليش البوتنشال بتاعه، لازم انليش البوتنشال بتاعي بالاربعه دول. بس نيجي بقى لحاجه مهمه في الديسيبلين، اشتغل بفكر اتوميك هابتس، احط تشينجز بسيطه بس كونسيستنت. ايوه انا كل يوم مثلا همشي 10 دقائق كل يوم، 10 دقائق همشي كل يوم، وابقى رابطها مثلا بعد ما اصلي المغرب هنزل اتمشى 10 دقائق عشان توصل لعاده، عشان تخلق عاده صحيه، اخلق عاده صحيه. ده اسمه نمط التنفيذ. الوقت بالزبط. امتى بالظبط طبعا، والمكان. والنقطه اللي بعدها كمان اربطه بنمط عادات بالنسبه لي حسنه. طبعا. زي ما حضرتك قلت انا بعد ما اصلي لازم هلعب، ويا سلام بقى لو هلعب هجري فين وهجري وقت قد ايه. يعني انا عايز اتعلم موضوع القراءه، فانا حددت مكان معين في البيت وما يكونش مرتبط بقى بعاده سيئه. لا. كرسي معين في الريسبشن موجود مثلا. بعد ما اتغدى انا هقرا 5 دقائق على الكرسي ده بالظبط، على الكرسي ده، او قبل ما بنام كل يوم هقرا ربع ساعه. صحيح. مرحبا. حته القراءه قبل النوم كعاده عايزين نخلقها، هي مشكلتها ان هي مرتبطه عندنا برضو كمصريين بعاده سيئه، فمش هتعرف تخلق العاده الجيده دي ان انا امسك الموبايل قبل النوم. فانت لازم الاول تكسر السايكل، وده قوه العادات بتتكلم عليه في الكتاب، انه لازم تكسر الاول سايكل العاده السيئه الاول عشان طبعا. تخلق مكانها طبعا. وده شيء اصعب طبعا. انك تخلق مكانها طبعا. عاده جديده. بس هي برضو خد بالك تخضع للمايند سيت. يعني انا ببص الموبايل هيدخلني على السوشيال ميديا واخش على حاجات معينه تبعدني عن الاوبجكت بتاع القراءه. اتس اوكي، انت اللي بتقرر. بس الموضوع برضو كان بيبقى سايكولوجي. الموضوع وصل لمرحله ان انا بقيت رابط النوم اصلا بالموبايل. يعني انا حتى بقيت انا بخش في حاله النوم بعد ما اقعد على الموبايل 10 دقائق ربع ساعه او غيره. اتس فاين، خلاص نرجع تاني. لو انا النهارده زي ما انت قلت في كرسي معين او في مكان معين او في ساعه معينه او سيت اب معين، ده يساعدني ويشجعني ان انا اقرا. اتس اوكي. المهم حط لي روتين سهل. ايوه حط لي جولز سهله وريتشوال سهل تقدر تنفذه كل يوم كونسيستنت طول اليوم. في حاجه بس عايزه اقولها مهمه قوي، انا مش عايز استنى الحافز الخارجي اللي هو الاكسترنال موتيفيشن، لان الموتيفيشن نوعين، في اكسترنال موتيفيشن في انترنال موتيفيشن. الاكسترنال يا يجي يا ما يجيش، مديري يكافئني ما كافئنيش، زوجي والدي فريق العمل اللي معايا مجاز يعني يبقوا قادرين او مش قادرين، لا انت اعمل نفسك السيلف موتيفيشن، انت اللي تكافئ نفسك. انا النهارده بعد ما خسيت مثلا 3 كيلو انا هكافئ نفسي بطريقه معينه. انا النهارده بعد ما نجحت في اول ماده في الماستر، لا انا هكافئ نفسي بطريقه معينه. انا النهارده بعد ما وصلت ان انا قللت نص علبه سجاير انا هكافئ نفسي بحاجه معينه. طبعا مش هكافئ نفسي ان انا اشرب سيجارتين، انما هكافئ نفسي بحاجه انا بحبها. ايوه انا استاهلها، وبعدين انا يعني عارف كويس قوي انا بحب ايه، خدت بالك؟ فدي كلها حاجات عشان تخليك تكمل، لان هنا الانترنال موتيفيشن اقوى بكتير من الاكسترنال موتيفيشن. ممتاز قوي. يعني فكره الموتيفيشن في حد ذاتها لازم يكون ليها دافع ويبقى فيه، يعني لازم يبقى فيه كونسيستنسي كمان في المكافآت بتاعتي. طبعا مرتبطه بحاجه معينه،
مرتبطه بحاجه معينه. وزي ما اقول لك السر هنا انك تستخدم الفور ديز كونسيستنتلي باستمرار، وتعمل تو انالايز انت نجحت ليه. بس هو حتى الاراده يا دكتور برضو هي يعني الويل باور هي ماسل برضو في الاول وفي الاخر. اكيد هي عضله محتاجه تتمرن مره واثنين وثلاثه، وتبقى متقبل ان انت ممكن تخسر هنا، ما تعملش اللي اتفقت عليه مره واثنين وترجع تحاول تاني. السيلف اويرنس يكون عندي وعي ذاتي، مم. يكون عندي وعي ايه قدراتي، ايه قوتي، ايه ضعفي، اكون انا الكنترول في ايدي زي ريموت كنترول كده. الريموت كنترول بتاعي انا في ايدي انا، مش في ايد حد تاني. واخد بالك؟ لان انت النجاح انت اللي بتصنعه. وانت لو تستنى حد ينجحك محدش هينجحك على فكره. صحيح. نهائي. حد هيعلمك؟ محدش هيعلمك خالص. فانت سيد نفسك. عشان كده بقول لك اتس اول اباوت ذا مايند سيت. لو هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، هي جروث ولا فيكس. فده يرجعنا لموضوع الانيشال بوتنشال. اعمل الاربعه ديز دول، وانا بقول لك اهو بعد ما توصل الاوبجيكتيف كافئ نفسك ان شاء الله هتنجح باذن الله. وعشان افهم ده اكتر، حضرتك كنت بتقول السيلف ايورنس فكرني بدانيال جولمان في الايموشنال انتليجنس، او خلينا نقول كتاب قبل الايموشنال انتليجنس بتاع دانيال جولمان، هو كتاب ذكاء المشاعر للدكتور ايمن الصواف. ده برضو من اوائل الكتاب اللي اتكلموا في ذكاء المشاعر او الذكاء العاطفي يعني. فاول حاجه اللي هي السيلف ايورنس، ابقى فاهم نفسي اكتر، طبعا ايه السترينثs بتاعتي، الويكنسز بتاعتي، ايه العادات اليوميه الحسنه اللي عندي، ايه العادات اللي انا عايز اغيرها، اهدافي ايه بشكل عام. تاني حاجه السيلف ريجوليشنز، انا قادر ادير بقى مشاعري وادير اهدافي وادير نفسي، وقادر احط بلان للتطوير بتاعي وهكذا. رقم 3 طبعا كان بيقول عليها الريليشن شيبس، ان انا قادر ادير العلاقات بتاعتي. واخيرا الامباسي والسيمباسي. فالاربع حاجات دول في الذكاء العاطفي مهم ان احنا نشتغل عليهم الاربعه فور شور. الذكاء العاطفي هو النهارده اللي بيخليك قادر كمان تكوتش الناس وهم متقبلين ده، قادر تليد الناس وهم متقبلين ده، قادر كمان تحل اي مشكله وهم متقبلين ده. فالذكاء العاطفي بتاع دانيال جولمان اللي هو اول حاجه فيه السيلف اويرنس. انا ابقى عارف مشاعر، ايه اللي بيزعلني وايه اللي بيفرحني، وانا دلوقتي زعلان وانا دلوقتي فرحان، وازاي اتخطى حته زعلي، انا اللي اتخطاها. وكمان لازم ابقى عارف اللي قدامي هو امتى زعلان وامتى فرحان، وازاي كمان اساعده ان هو يتخطاها، ونخلق علاقه مع بعض لونج تيرم ريليشن شيب. فالنهارده الايموشنال انتليجنس هو على فكره مفصلي، وهو دلوقتي واحده من الكي تريننج ورك شوبس اللي هي تعتبر مطلوبه جدا جدا من هنا لغايه 2030. فالنهارده وده على ليفلز كتير، على مستوى الفيرست لاين مانجمنت، السكند لاين مانجمنت، حتى الفرونت لاين اللي هو بيواجه الكلاينتس. النهارده لو انت ما عندكش ذكاء عاطفي وانت بتواجه الكلاينت، تفتكر هتنجح معاه؟ نو واي. ان حتى السيلينج النهارده مبني على ريليشن شيب سيلينج. فالنهارده لو انا داخل على دكتور بقابله مثلا، اكتشفت ان هو لسه جاله خبر ان ابنه دخل مثلا رعايه مركزه، او لسه جاله خبر والده متوفي، انا النهارده لازم ابتدي اراعي الحته النفسيه اللي عنده. لما هو يحس ان انا جاي عشانه هو، واقعد معاه واقول له انا ممكن انزل معاك وانزل اساعدك غير لما اجي اقول له انا جاي اكلمك عن الدواء الفلاني او المنتج الفلاني او الشقه الفلانيه. مش هينفع. لازم انت تحط نفسك مكانه. يعني هو الايموشنز او الامباثي ببساطه، حط نفسك مكان الاخرين وابتدي اتحرك بيزد على كده. هو برضو بيفرق ما بين التعاطف والتفهم، الامباثي والسيمباثي طبعا. وبيتكلم طبعًا على انه التفهم هو الافضل من التعاطف طبعا. لان التعاطف حد لا قدر الله زي ما حضرتك بتقول عمل حادثه صغير، وقفت الست قدامه تعيط واقفه قدامه، ده تعاطف. لكن التفاهم ايه؟ ان يجي حد على طول دايركت متفاهم الموقف وبيتعاطف مع الولد، بس بيكلم الاسعاف على طول بالزبط. بيخليها تبعد عنه عشان ما تحركوش، بيعمل له اسعافات اوليه بالزبط. فمهم ان انا نفسي في التعامل مع الناس وفي التعامل مع نفسي ابقى فاهم الفرق ما بين التعاطف والتفاهم. يعني هو بيقول لك في 3 حاجات. اول حاجه السيمباثي، اللي هو ان انا اقول لك انا فاهم انت بتقول ايه، انا اي نو اي اندرستاند انت بتقول ايه. انما الامباثي ان انا حاطط نفسي مكانك، انا فاهمك وحاسس بيك. فهنا ما بقاش عقل بس، ده عقل وقلب كمان. أيوه. ده الامباثي. يجي حاجه الليفل اعلى بقى من الاثنين دول كمان، اللي هو الكومباشن، اللي هو انا فاهم وحاسس وهساعدك وباخد اكشن وهاخد اكشن. زي ما انت قلت، لا ده انا هاخدك لغايه المستشفى، لا ده انا هاخدك واجيب لك الاسعاف وافضل معاك كمان لغايه النهايه. فده ليفل عالي طبعا جدا، ان انت بتبقى مع اللي قدامك. طبعا اللي قدامك لما بيليك بتعمل كده هو خلاص انت اشتريته. فهنرجع تاني لحته جون ماكسويل، ان انا اول ليفل هو الاثوريتي اللي انا بشتغل بيها. انا مدير. عارف واد المهندس في الفيلم بتاع انا المدير؟ أيوه. هو ده ليفل 1 اللي هو بينفلونس باي بوزيشن. ده الناس بتشتغل معاه على قد طلباته بس. يعني انا بشتغل معاك على قد طلباتك.
النهارده الساعه 5 جه ميعاد الشغل، نروح بروح، تيجي تطلب 5 ودقيقه يقول لك اسف مواعيد الشغل خلصت. ايوه. لان انت هنا الاثوريتي بتاعتك خلصت، الانفلونس بتاعك خلص. الليفل الثاني اللي هو بيشتغل بقى بحاجه اسمها بيرميشن، اللي هو ايه؟ اللي هو بيبتدي بيبقى عنده الامباثي اللي انت بتتكلم عليه، عنده التعاطف ده، عنده ان هو فعلا بيعمل لك، بيقدر ظروف. انا هنا ممكن اشتغل بقى معاه علشان هو حاسس بيا، علشان انا حابب اشتغل معاه، مش انا غصب عني بشتغل. الاولاني انا مجبر اشتغل معاه، تاني لا انا حابب ان انا بشتغل معاه. مش كده قلت لك انا ممكن اوصل لارقامي واعلى فوق ارقامي عشان اشيل مديري. ايوه. لان عنده ناس مثلا مشيوا في اجازه مش جايبين ارقامهم، ده الليفل 2. ايوه. في الليفل 3 اللي هو ده راجل ناجح اصلا، بلاقي مدير ناجح ما بيمسكش اي بزنس يونت الا ما بيجيبها 120%، فانا عايز اشتغل معاه. مثلا جوارديولا معروف قوي ان هو راجل بيجيب نتائج، فاي لعيب هيتمنى يلعب معاه لانه عارف كويس قوي ان هو هياخده، يعني هيبقى في التوب 2 او توب 3 وهياخده على طول على الشامبيونز ليج. فانا هنا بالتالي هذا المدير مرتبط بالبرودكشن، بالانتاجيه. ليفل 4 اللي هو المدير اللي بيطلع مديرين. انت عارف كويس قوي لما اشتغل مع المدير ده هو هيكبرني المرحله، لما هتيجي فرصه ان انا اترشح ويتعمل جوب بوستنج جوه الاورجنايزيشن هقدم فيها، هو كبرني للليفل ده، اقدر فعلا ان انا اجوين وابقى مدير. زي مثلا جوارديولا تاني مع اللي هو الكوتش بتاع ارتيتا، برافو عليك، اللي هو بتاع او حتى ماريسكا، او حتى ماريسكا بتاع تشيلسي. فهنا النهايه في النتيجه ايه؟ هنا الراجل ده خد اللي هو ليفل 4. ليفل 5 بقى اللي هو بيطلع ليفل 4، لو بيطلع مديرين تطلع مديرين، ده الليفل 4 اللي هو اعلى حاجه في الجون ماكسويل بيراميد بتاع الليدرشيب. دول الخمسه بتوع الليدرشيب. ممتاز قوي. طب هل بقى الشركه بيكون ليها دور وفي استراتيجي المفروض تمشي عليها عشان تخلق بقى الانفايرومنت دي؟ لان احنا كده وصلنا لرقم 4 في الخوف من او وصلنا رقم 4 في احد اسباب ان انا ما بوصلش للبوتنشال بتاعتي. فايه دور الشركه بقى في الجزء ده؟ ازاي تحافظ على الانفايرومنت عشان المدير نفسه يشتغل صح والموظف كمان يشتغل صح، وبالاخر الثلاث افراد او الثلاث اطراف الشركه والموظف والمدير نوصل لهدف؟ هنا الكالتشر اللي بيخلقها السي او بتاع الاورجنايزيشن، او اللي بيخلقها المدير الشركه او الجي ام بتاع الشركه، الكالتشر اوف انوفيشن، الكالتشر اوف اكسبيرمنتيشن، ان انت اكسبيرمنت، دير تو اكسبيرمنت، زي ما قلت لك دير تو تراي. يعني ايه دير؟ يعني حاول انك تجرب. فهنا بخلق سيف انفايرمنت تخلي الناس تجرب وهي مش خايفه، بشيل الخوف. هنا الخوف السلبي ان انا هتعاقب لو جربت وفشلت، لا بالعكس، انت هنا لو جربت انا هنا هكافئك انك جربت، لا بكافئك على التجربه مش بكافئك على النتيجه. فهنا زي بالظبط ابنك النهارده لو انت طول النهار بس رعبه ان هو لو ما جابش الدرجه النهائيه ممكن تعاقبه، لا انت يوم ما بتكافئه انت بتكافئه على المجهود اللي عمله، على المذاكره، وان هو كان فعلا مركز. حصلت حاجه خارجه عن ارادته خلاص، فانت متفاهم ده. فهنا مهم جدا ان انا اخلق في الاورجنايزيشن حاجه اسمها سيف انفايرمنت، فدي اساسيه في الكالتشر بتاعت الاورجنايزيشن اللي بتخلق جو من التجربه. انا هجرب وهدير تراي وهنجح وهفشل وهنجح وهفشل والدنيا بتمشي. بالعكس زي ما قلت لك الفشل ده جزء من التاسد نوليدج، جزء من الخبره والنو هاو اللي بقت عندك. انا كده حتى لما هجرب انا خلاص عرفت ان التجربه اللي فاتت هفشل فيها، مش هجربها، مش هعملها تاني، هشوف حاجه تانية بقى. الحاجه التانية نبقى في ثقافه الدروس المستفاده. هنا حتى في الكرايسيس مانجمنت، واحده من الكرايسيس بعد ما الكرايسيس تخلص خالص جزء من البروسيس بيقول لك ايه الدروس المستفاده من الكرايسيس عشان ما نقعش فيها تاني. فهنا هي continuous improvement culture، دي الكالتشر اللي هي بتبدع، دي الكالتشر اللي بتساعد الناس ان انت تقليش البوتنشال بتاع الموظفين بتوعك. هي continuous. وعلى فكره اليابانيين هم اللي زرعوا الكونتينيوس امبروفمنت كونسبت في حاجه اسمها كايزن بالياباني، يعني continuous improvement. مش كده شركه تويوتا هي اكبر شركه في العالم واول شركه في العالم مشيت بفكر الكايزن او الكونتينيوس امبروفمنت. بس لان ككواليتي بنبتدي احنا عملنا القصه دي، ايه الاخطاء ناخدها ونشتغل عليها، ناخدها ونشتغل عليها لغايه ما نحسن، كل يوم بنحسن حاجه جديده. هو ده كتاب دي ادفانتج لما كان بيتكلم على الصحه المؤسسيه. أيوة. انه يبقى فيه هيلثي انفايرمنت موجوده
زي ما حضرتك كنت بتتكلم، انا بتراي اند ايرور براحتي، بجرب براحتي، وفي نفس الوقت كمان بيساعدوني، يعني مهم. طبعا مم. طبعا. بس انا حاسس ان الشركه عشان توصل للهيلثي انفايرمنت ده مش مجرد كلام بتقوله، لازم يكون في افعال طبعا على مستوى وعلى التشانلز وكل التعامل مع الموظفين وما بين المديرين وما بينهم بعض، يساهم فيها الاتش ار وتساهم فيها التوب مانجمنت اصلا نفسها. فيبقى في تريننج بلان كامله على مدار السنه، وما يبقاش تريننج بس، يبقى تريننج وكوتشنج، يبقى في كمان كارير باث واضح بالنسبه لكل الموظفين بشكل عام، يبقى في ريل تايم فيدباك كويس للموظف عشان يقدر يتطور ازاي ويتعلم بشكل عام، يبقى في ريسبكت ويبقى في ابريشيشن. في نفس الوقت كمان الشركه اصلا تبقى ناجحه كمان، لانه اكيد. في الاخر لو هي شركه بعد كل بتعمل ده، هي الاربع بعد حاجات كل الكلام دول. ده لازم هتبقى ناجحه. اكيد هتبقى ناجحه. يعني لو صحيح. خدنا مثلا حاجه زي الكونتينوس امبروفمنت تريننج ورك شوب اللي انت قلت عليه، لو انا عايز اعمله للسبيشالست بتوع الاتش ار، لو انا جبت اداره الاتش ار كلها وهديهم تريننج النهارده على الكونتينوس امبروفمنت، حاجه اقول لهم ايه ببساطه؟ ايه البروسيسز وايه السيستمز اللي انتوا بتعملوها دلوقتي، وايه المشاكل اللي فيها، وايه من وجهه نظركم ايه الحلول اللي نقدر نعملها، وازاي نستخدم التكنولوجيا عشان نطورها بحيث نخلق فعلا continuous improvement culture جوه الاتش ار. زي مثلا احنا طريقه تقديم الاجازات، لو انا بقدم اجازه مكتوب وبعدين المدير يجي يبص عليه وبعدين يوافق عليه، وبعدين هل عندي رصيد من الاجازات ولا لا، وبعدين المدير الكبير يمضي عليه، بروسس طويله عقيمه جدا. ايوه. انما لو انا عندي ورك فلو سيستم جوه الاورجنايزيشن مبني على الاي اي مثلا، او مبني على التكنولوجي، لا انا بحط الاجازه في معروف كده انها في خلال ساعه هتوصل للمدير اللي بعدي، لازم يكون مضاها وابتدي الارمنج لازم تمضيها، وقبل ما توصل لازم يكون الاتش ار الاول في عنده اجازات ولا لا. يعني بروسيس هتمشي فيها اوتوميشن، اللي بيها بدل ما كان الاول الاجازه بتتقدم وبتوافق عليها بعد اسبوع، وبالتالي يا جماعه ما حدش ياخد اجازه الا قبلها باسبوع يقدم على ورقه، وفي فرق الاجازه تاخد يوم. فانا هنا وفرت وقت ومجهود وفلوس. فعشان كده الكالتشر بتاعت الكونتينوس امبروفمنت على فكره على مدار بقى الشركه والادارات المختلفه، لا انت تلاقي الشركه دي في الاخر وصل لها نهضه واوتستاندنج. ده بقى الانيشيال بوتنشال اللي احنا بنتكلم عليه. طب خلينا يا دكتور لو هنتكلم على موضوع التريننج يعني بشكل عام، الشركه عشان او الاتش ار تيم ليرنينج اند ديفلوبمنت سبيشالست في الفريق عايز يعمل تدريب للشركه اللي موجوده عنده، الخطوات اللي ببساطه يعمل ايه عشان يعمل التدريب ده؟ على سبيل المثال انا النهارده الاتش ار هيد اللي في اورجانيزيشن وعايز ادرب المديرين وليكن الفيرست لاين مانجمنت تيم، باجي اعمل حاجه اسمها جوبز تو بي دان. اول يعني النهارده هارفارد بتقول لك ايه الجوبز تو بي دان اللي المفروض يعملها المدير؟ يقول لك في 4 حاجات اساسيه. اول حاجه بلاننج، يكون عنده قدره انه يحط البلانز او يحط الجولز والبلانز للوصول للجولز، ده اول حاجه. تاني حاجه المدير لازم يكون عنده قدره على الاورجنايزنج، يبتدي ينظم الريسورسز سواء هي فاينانشال ريسورسز او هيومن ريسورسز جوه الشركه اللي هو ماسكها. تالت فانكشن ليدنج، ازاي يليد الناس اللي موجوده عشان تمانج الريسورسز وتوصل تحقق البلانز وتوصل للجولز اللي احنا عايزينها. رابع فانكشن هي الكنترولنج، ازاي احط الكي بي ايز والبرفورمانس مانجمنت سيستم اللي هو يبتدي يقول لي الليدنج اللي بيحصل مع الاورجنايزنج اللي بيحصل مع البلاننج اللي بيحصل، ده اللي هيوصلنا للجولز بتاعتنا. فيكونكت. هي منظومه اهو. فالنهارده اول خطوه انا كاتش ار اعمل حاجه اسمها جوبز تو بي دان اناليسيس مبنيه على الجوب ديسكريبشن بتاع الشخص ده. وفي الاخر طلعت ان المدير عنده 4 فانكشن اللي احنا اتفقنا عليهم، كل فانكشن من دي ليها كومبتنسز معينه. الكومبتنسي دي اللي هي كفاءات. وايه الفرق بين الكومبتنسي والسكيل؟ السكيل هي تحت الكومبتنسي. كومبتنسي عباره عن نوليدج وسكيل وبيهيفير، وممكن كمان نضيف ليها اتيتيود. في النهايه باجي اشوف والله ده انا النهارده المدير ده عشان يكون عنده قدره على الليدنج كواحده من الجوبز تو بي دان، اذا الليدنج هي فانكشن لازم يكون عنده كومبتنسي على الليدرشيب، لازم يكون عنده قدره ان هو يليد، لازم يكون عنده قدره على الكوتشنج. فدي النهارده كومبتنس اسمها ليدرشيب او انفلونس، قدره ثانيه اسمها كوتشنج. فبشوف بقى الكومبتنس دي باجي اقول ايه والله الكومبتنس دي المفروض تكون مثلا عندي 10 كومبتنسز في المديرين اللي هم الفيرست لاين مانجمنت. طب هل ال10 مديرين اللي عندي ما عندهمش ال10؟ اكيد مش معقول. اكيد عندهم مثلا 1 أو 2 أو 3 فيها اللي هم بيلو ذا ستاندرد. فاجي اعمل حاجه ثالثه بقى. يبقى اذا اول حاجه عملت الجوبز تو بي دان اناليسيس، تاني حاجه طلعت الكومبتنسز بتاعت كل جوب، تالت حاجه بشوف اعمل حاجه اسمها تي ان اي تريننج نيدز اناليسيس، بشوف ال10 مديرين اللي عندي على 10 كومبتنسز مين النهارده جاهز، مين النهارده بيلو ذا لاين، مين النهارده within the line، مين النهارده
اباف ذا لاين، بحيث الناس اللي هي نيدز امبروفمنت دي اللي هتحضر التريننج. يبقى انا عندي مجموعه من المديرين هيحضروا الكوتشنج النهارده، خلاص يبقى دول اللي داخلين الكوتشنج لاب او الكوتشنج ورك شوب اللي هيحضروه. حلو جدا. طب دي خطوه. طب هنمشي على اني منظومه او اي منظومه في التريننج بتاع الكوتشنج؟ هنمشي على منظومه مهمه جدا. اولا قبل ما بعمل المنظومه دي بقيس الكوتشنج، بقيسه هو فين الناس دي كبيهيفير وايز من اداء الكومبتنس دي، من خلال حاجه اسمها كيرك باتريك ليفل 3. كيرك باتريك ده عمل منظومه كويسه قوي ان هو يقيس التريننج والامباكت بتاع التريننج، مش بس على مستوى النولج، لا ده على مستوى النولج وعلى مستوى البيهيفير وعلى مستوى كمان البيزنس اوتكم. فبشوف والله باخد لقطه كده في الاول قبل ما الناس دي هتحضر التريننج، لازم اشوف هم فين على كيرك باتريك 3، وبعدين يحضروا التريننج، وبعدين اديهم اساينمنت، واجي تاني بعد 3 شهور اشوف هم فين في التشينج بتاع البيهيفير على كيرك باتريك 3، واجي تاني بعد 3 شهور كمان، يعني كده بقى 6 شهور من ايام التريننج، وابتدي اقيس التشينج في البيهيفير. اللي زي ما قلت لك شركات كتيره جدا بتوفر انفست في الكلاس روم تريننج، وتتخيل ان الشركه هتجيب الارقام بتاعتها، لان التريننج احنا عملنا وتشيك بوكسز ان احنا خلاص الناس دي حضرت كوتشنج، الناس دي حضرت ليدرشيب، الناس دي حضرت كوميونيكيشن، الناس دي حضرت كوميونيكيشن. هات تارجت بقى، هات التارجت. لا انا وقعت، انا عملت 10% بس من المطلوب مني في التريننج. انا ما جيتش دخلت المدير بتاع هذا المدير اللي هو السكند لاين مانجر. لازم يبقى هنا، خد بالك انا كمدير او انا كموظف انا مش هطبق التريننج لو مش شايف مديري مهتم بيه، مش عامل لي سبورت، مش عامل لي رينفورسنج، مش عامل لي كوتشنج. لازم هنا نيجي خلاص 10% من نجاحي مبني على الكلاس روم. بس في الاغلب المدير ما بيحضرش التدريب اللي بيتعمل لازم يحضر التدريب، ولازم ما هو بيقول لك انا عارف الحاجات دي، لازم يعني أنا حتى كده لو عارف. عارفها وحتى لو حضرها يبقى معاك تشيك ليست بعد كده. حلو. يبتدي بقى انا انزل السوق، انا انزل اعمل سيلز كولز. لازم مديري ينزل هنا يعمل لي كوتشنج فيرسس اللي المفروض اعمله. هو بيتعمل ولا لا؟ البنش مارك اللي انا المفروض، البيهيفيرز اللي انا المفروض اعملها وانا بعمل سيلز كول، هل الكوتش ده او المدير المباشر ده بينزل يشوفني انا في الفيلد اون ذا جوب بعمل الكلام ده ولا لا؟ خليني اقول لك اي تريننج مش هيحدث تشينج في البيهيفير، انا بقول لك ما جابش نتيجه، الار او اي بتاعه صفر. تمام. بعد كده خلاص الراجل ده انا اطمنت ان هو فعلا بيعرف يعمل كولز، سيلز كولز، ابتدي بقى اسيبه لوحده يعمل ده، وابتدي اشوفه تاني بعد 3 شهور او بعد 6 شهور، بحيث اشوف البيهيفير بتاعه بيتحرك ازاي. تاني باك تو المثال الشهير اللي انا بقول عليه دايما، قياده السيارات. هو النهارده لما بتيجي تسوق عربيه بتطلع رخصه، انت بتعمل ايه؟ انت بتحضر الاول، بتروح شركه تعلمك الاساسيات بتاعت السواقه، بتحضر كده، بتاخد سيميوليشن، ودي الاشارات، وده العربيه، وده البنزين، وده الفرامل. حلوه دي كلاس روم. هل ده هيخلينا اركب العربيه وامشي في الشارع في صالح سالم دلوقتي؟ نو واي. ده هيغيرك بنسبه 10%. لازم بعد كده ينزل سواق من نفس الشركه دي يقعد جنبي ويعلمني السواقه ويشوفني وانا بسوق، ده يحدث تشينج قد ايه؟ 20%. وال10 خلصنا ال30، ال70 الباقيين اون ذا جوب اكسبيرينس. لازم انا انزل اسوق بنفسي، والاول ابتدي بشوارع واسعه وحتت فاضيه وهكذا وهكذا. فنيجي تاني يبقى اذا اول حاجه انا عملتها جوبز تو بي دان اناليسيس، طلعت الكومبتنسز، عملت التريننج اناليسيس، عرفت ايه الجابس اللي احنا هنبتدي نفصل عليها للورك شوب. جوه الورك شوب نفسه بقى بعمل لقطه في الاول خالص ليها اسسمنت على البيز لاين، وابتدي اديك اساينمنت وابتدي اقيسها كل شويه، وادخل المدير عشان امشي بنظريه ال 70 20 10 اللي هي 70 20 10، اللي هم 70% اون ذا جوب، 20% بالكوتش، 10% كلاس روم. في حاجه بقى بناخدش بالنا منها مهمه جدا، حضور المدير بتاعي اثناء قبل التريننج، خصوصا لو مدير الشركه مش مديري بقى المباشر. مدير الشركه محتاج هنا يبقى عارف ان المجموعه دي هتحضر التريننج ده، بيعمل اندورسمنت وباي ان، بيقول لهم يا جماعه التريننج ده مهم جدا، لازم تحضروه، لازم تبقوا مركزين فيه، لان ده اللي هيحدث للتشينج. وما يمنعش اطلاقا يجي يعمل سبيتش في الاول 3 دقائق، يعمل انترودكشن لاهميه التريننج ده علينا وعلى ادائنا وعلى البرفورمانس بتاعنا. بعد كده يبتدي يعمل فولو اب، الناس دي نزلت سوق، الناس المديرين بتوعها المباشرين عملوا كوتشنج ولا لا، وهكذا. فعشان كده بقول لك هي منظومه طويله، مش مجرد الكلاس روم ويلا يا جماعه نحضر تريننج ويلا التشينج هيحصل والنتائج هتيجي. لا طبعا الكلام ده مش هيجي. فانا هنا محتاج اعمل الخطوات دول، يجي 6 7 خطوات اللي قلت لك عليهم، بحيث نوصل للاوبجيكتيف اللي احنا عايزينه في الاخر. وطبعا كيرك باتريك اللي بقول لك عليه ده بيقيس البيهيفير، هو حصل ايه التشينج في البيهيفير بتاعي. مثلا هدي تريننج على التايم مانجمنت، لو انا بدي مثلا لمجموعه من المحاسبين على التايم مانجمنت، وعرفت في الاول خالص
ان كل محاسب بيعمل شيك في اليوم، بيخلص شيك في اليوم، وبعدين اديته تريننج على التايم مانجمنت وازاي يستفيد ويحط البرايورتيز ويمانج الارجنسي والبرايورتيزيشن كلها. جيت بعد كده شفت في الكيرك باتريك ده ابتدى النهارده فعلا يعني البيهيفير بتاعه يتحسن، وابتدى ايه بدل ما كان بيعمل شيك في اليوم ده بيعمل 2 شيك في اليوم. في 3 شهور بقى بيعمل 3 شيك في اليوم. ده ملوش بزنس امباكت؟ اكيد ليه بزنس اكيد طبعا اكيد. فهو ده ازاي تعمل التريننج وانت مطمن لنتائجه تكون ليها دايركت امباكت على البيزنس وليها الار اي فعلا مطلوب. طبعا اتكلمنا عن التدريب بشكل عام. يمكن احصائيه هارفارد بزنس ريفيو بتتكلم على انه الاستثمار في التدريب لاي موظف بيعلي الانتاجيه بتاعته من 10 ل 30%. ده رقم واحد. رقم اتنين، لينكد ان ليرنينج بتتكلم على ان 94% من الموظفين بيقدر يستمر في الشركه لعمر اطول لوقت زمني اكبر، تحديدا في الشركات اللي بتستثمر فيه وبتدربه. فخلينا بقى نسال، لو حد شغوف بانه يعمل كارير باث لمجال التدريب ويشتغل از ترينر، ايه الخطوات اللي يمشي عليها؟ هل انه عنده اكسبيرينس عمليه بس ده كافي، ولا لازم يدرس برضه، ولا عنده دراسه بس ما عندوش خبره عمليه؟ فالميكس ده والكارير باث ده ممكن ندخله ازاي؟ ده سؤال مهم جدا، ويعني مهم قوي ان انا افكر انا لو عايز اشتغل ترينر. ترينر هنا ماهيش وظيفه بسيطه يقدر يعملها اي حد، لانها وظيفه صعبه. لازم اول حاجه فيها يكون عنده الشغف او الباشن ان هو يشتغل ده. الحاجه الثانيه يكون عنده ميشن ان هو عايز يسيب اثر، يسيب امباكت على الناس اللي هي هتبقى ترينيز وهم بيحضروا معاه. ده كمايند سيت. بالنسبه بقى للمجال اللي هشتغل فيه، يفضل يكون مجال عنده خبره فيه. يعني مثلا انا هشتغل يعني هدرب ناس في الكوتشنج، لازم اكون اشتغلت كوتش، لازم اكون انا فاهم في الكوتشنج. انا هتكلم عن الليدرشيب، لازم كنت انا اكون ليدر لمجموعه من الناس في يوم من الايام. عايز اشتغل على التريننج في السيلينج سكيلز او السيلز، لازم اكون اشتغلت سيلز في فتره معينه. ممكن اتغير شويه في الاندستري لان البيزك ثابته، انما ما ينفعش مثلا عمر ما حد اشتغل على السيلز خالص يجي يشتغل على ويدي يدرب نفس سيلز، لان الامثله اللي هيقولها لازم تكون امثله من الواقع اللي هو اشتغل عليه. ودي بنسميها تاسيد نوليدج. لازم يكون عنده التاسيد نوليدج، المعلومات والنو هاو اللي هي ممزوجه بالاكسبيرينس الحقيقيه. لان لو النهارده زي ما بيقولوا فقد الشيء لا يعطيه، انا مش ولا هدربك على توبيك معين او نيجوشيشن سكيلز، وعمري ما دخلت في النيجوشيشن مع حد قبل كده. ايوه. عايز ادربك على الكونفليكت مانجمنت وانا طول حياتي في كونفليكت، اكلمك على الكوميونيكيشن وانا اصلا مش كوميونيكيتور. فهنا دي مهمه جدا جدا كاطار عام. بعد كده تخصصيه بقى، لازم ادرس تي او تي اللي هي ترينر او ذا تريننج. ده بيبقى في بعض الانستيتيوتس زي الجامعات بتقدر تقدم الكلام ده، بحيث انا بخش بقى في جيرني كامله من اول يعني ايه تريننج كونتنت، يعني ايه ديزاين للتريننج، يعني ايه التريننج نيدز اناليسيس، يعني ايه بقيس التريننج، يعني ازاي بيبقى عندي ديليفري سكيلز، لازم ازاي يبقى عندي بزنس برزنتيشن سكيلز، لازم يكون عندي قدره على ان انا اهندل لو في اي اسئله، ايه انواع المختلفه من البارتيسيبنتس اللي ممكن نقابلها، وكل واحد من دول هقابله ازاي وهتكلم معاه ازاي. دي كلها حاجات هتعلمها في التي او تي اللي انا محتاج اخده مع انستيتيوت قويه او شركه تريننج قويه بحيث اتعلمني. بعد كده الجزء ده الاولاني، بعد كده زي ما انا دايما بقول ده الكلاس روم. بعد كده لما اجي اعمل برضه حد يبقى منتور ليا او حد يبقى كوتش ليا او شادوينج لحد يكون ترينر قوي، ابتدي اشوفه في الريل لايف بيعمل ايه. بعد كده ابتدي انا بقى ادي تريننج وحد تاني يعمل لي تصحيح لاخطائي انا كترينر لغايه ما يحصل تيك اوف في الاخر وابقى ترينر محترف في النهايه. يعني بصراحه كلام حضرتك برضو ذكرني من حضرتك معاك الام بي اي او حضرت الام بي اي الماستر اوف بزنس ادمنستريشن من يونيفرسيتي اوف ليستر. فيعني كان عندي سؤال برضو، ليه اخترنا جامعات في يو كي؟ زي ما حضرتك عارف احنا انوفيشن جيت جروب، احنا بارتنر مع اكتر من 20 جامعه وورلد وايد، ما بينهم جامعات في يو كي، في ماليزيا، في امريكا، في فرنسا، في اكتر من دول العالم، في الامارات، في السعوديه كمان. فليه اخترنا جامعه في يو كي، وايه اهميه دراسه الام بي اي بشكل عام؟ ده سؤال مهم جدا. اولا خلينا ناخد السؤال الثاني، ايه اهميه دراسه الام بي اي بشكل عام؟ انت النهارده الخبره بتاعتك الطويله دي كلها هي مهمه، هي مهمه جدا، تاسيد نوليدج اللي احنا بنتكلم عليه. انما انت طول خبرتك دي بتفتقر لحاجات او معلومات في مجالات اخرى مختلفه انت ما اتعلمتهاش لا في كليه ولا في البيزنس نفسه اللي انت اشتغلت عليه. زي مثلا على سبيل المثال فاينانشال مانجمنت ما خدتوش، الاكونتنج مانجمنت ما خدتوش، الهيومن ريسورسز مانجمنت انت ما خدتوش، في الاستراتيجي وهاو تو كرافت استراتيجي.
الحاجات دي كلها انت ما خدتهاش، فانت محتاج حاجه تكمل لك البورتفوليو فانت بتاعك. عندك وان فيجن وان ويندو بتبص عليها للبزنس. بالظبط. لكن الام بي اي بتخلي في مالتي فيجن، في مالتي ويندوز تقدر تبص على البيزنس منها. دي حقيقه. الحاجه الثانيه البيزنس لانجوج نفسها، الترمينولوجي. لما تيجي تتكلم بالترمينولوجي اللي هي موجوده في الام بي اي، هتخليك بتبقى انت قاعد مثلا مع الجي ام، انت فاهم هو بيقول ايه، تبقى فاهم يعني ايه بي اند ال، فاهم يعني ايه كاش فلو. الحاجات دي كلها بتقعد مع بتاع الفاينانس تبقى انت فاهم. الحاجه الثانيه دي بتحضرك لو انت في يوم من الايام هتعمل شركه. انا بتكلم على الام بي اي، ماستر في بزنس ادمنستريشن تحديدا. فدي هتديك اوفر فيو ايه المكونات او ايه الكومبوننتس اللي تقدر تخليك تعمل شركه وتبقى سيلف امبلويد فيها بكل الفانكشنز الاساسيه اللي تقدر توقف شركه على رجليها. لازم تبقى انت واخد برضو تاني الجزء الاكاديمي اللي هو انت بتطبقه. عشان كده دايما برضو بنصح اي حد ياخد ام بي لازم على الاقل يكون بقاله في الشغل اللي هو فيه سنه سنتين على سنتين. ليه؟ عشان حتى لما ياخد اساينمنت يعرف يطبقها على الشغل اللي هو بيشتغل فيه. احنا في بعض الجامعات معانا بتحط ريكوايرمنت ولازم يكون at least 2 years experience. هي المفروض تكون ريكوايرمنتس فعلا، لان لازم ترفلكت. انت النهارده اخدت نوليدج، هترفلكت النوليدج ازاي وتحل الاساينمنت ازاي، غير لو انت فعلا بتشتغل اون ذا جوب. انت بتشتغله وتبتدي تربط بقى ترفلكت اللي انت عامله ده على الكيس اللي عندك عشان حتى تقدر تستفيد وتقدر تطبق في الحته دي. ودلوقتي كل الشركات خلاص بقت بتدور على الامبلويز اللي هم المالتي تاسكس بشكل عام. اكيد الامبلويز اللي يقدروا يكونكتوا مع ما بين الماركتنج والاتش ار والاكاونتنج والفاينانس. اكيد دي حقيقه. فدي ميزه الام بي اي بشكل ليه بقى عام. ليستر يونيفرسيتي؟ لان كانت او ليه جامعه، يعني اولا طبعا كلنا عارفين ان الاديوكيشن عالي جدا في انجلترا، في حته صحيح. بالذات في الاتش ار. يعني انا الماستر بتاعتي كانت في الاتش ار تحديدا، يعني من اقوى الدول في العالم في الاتش ار هي انجلترا. فده اللي خلاني فكرت في جامعه مناسبه في الحته دي، لان انا السب سبيشاليتي بتاعتي اللي هي الهيومن ريسورسز، وهي دي كانت اقرب حاجه للتريننج اللي قلت لك انا شاطر فيه وبحبه. بحيث كنت انا باخدها عشان احضر نفسي برضو في يوم من الايام لما اعمل شركه ليا انا، غير ان ده هيفيدني جوه الكوربريت لايف، هيفيدني في يوم من الايام لما اعمل شركتي يبقى انا عندي الباك جراوند القويه اللي اقدر فعلا افورمليت تريننج كونتنت يبقى محتاجينه الناس والاودينس اللي انا بشتغل معاهم. انا بسال تحديدا عن يو كي لانه حقيقه ان احنا نقدر نقدم عن طريق اكتر من بارتنر معانا، جامعه يوكلان انجيلا روسكن، جامعه جريتر مانشستر، جامعه يونيفرسيتي اوف ايست لندن، وجامعه ليفربول جون موريس. ففعلا اليو كي education system يعني هو مغري لناس كتير، لانه زي فكره برضو التدريس للاطفال وهم في المدارس بشكل عام. يعني في فكره الاي جي لا، الكونتنت بيبقى قوي، الكونتنت بيبقى تقيل، فبيخرج بحصيله علميه كبيره قوي يعني. دي حقيقه. ممتاز قوي. طيب لو في رساله حضرتك ممكن توجهها يعني بشكل عام سواء بقى للموظفين ده رقم 1، للمديرين ده رقم 2، للتوب مانجرز في الشركات رقم 3. مبدئيا احنا برضو عندنا ثقافة هي ان انا مستني حد يدربني. يعني احنا دايما طلعنا كده لازم الدولة تعلمني، الدولة تجيب لي شغل، والدي يجيب لي شقة، والدتي تجيب لي كذا، برضو الكلام ده جميل قوي، ولكن في الزمن اللي احنا فيه واللي جاي مش هيبقى ده كافي. لازم انت مش هتستنى الشركه لما تدربك، لان هارفارد بتقول لك ايه، هارفارد بزنس سكول بتقول لك 15% من نجاحك في اي اورجانيزيشن مبني فقط على التكنيكال نوليدج اللي عندك. يعني ايه؟ يعني شهادتك، انت صيدلي اشتغلت في مصنع ادويه، انت طبيب اشتغلت في مستشفى مثلا، انت مهندس اشتغلت في مصنع انتاج حاجه معينه. كل ده نجاحك في المكان مبني بنسبه 15% بس على شهادتك. طب اللي يخليك تفضل في المكان بقى وتكبر في المكان، تاخد الكارير باثوي كله، والجوب كارير ده نجاحك فيه مش مبني بقى على 15، مبني على 85% اللي هم التانيين، اللي هم عباره عن ايه؟ اللي هم عباره عن السوفت سكيلز. يعني ايه سوفت سكيلز؟ يعني كوميونيكيشن سكيلز، يعني ليدرشيب سكيلز، يعني مانجمنت سكيلز. وبالتالي دي نصيحتي لاي حد. انا النهارده موظف، مش هستنى بقى الشركه لما تعمل لي، ان حتى لو الشركه عملت لي تريننج ممكن تعمل لي مره في السنه، مرتين في السنه. هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي. في حاجات بيزك ريكويرمنتس لازم اطور نفسي فيها، زي الكوميونيكيشن سكيلز، ريتن كوميونيكيشن، نون فيربال كوميونيكيشن، الفون كوميونيكيشن. كل دي حاجات لازم ابقى انا بالنسبه لي بيزكس، يعني يو ماست تو هاف ان انت تبقى عارفها. فتاني لازم اخصص جزء من دخلي وليكن مثلا سي 10% استثمر في نفسي في سيلف تريننج وسيلف ديفلوبمنت، اقدر اطور نفسي فيه.
أيوة. بالنسبه للمديرين جميل قوي ان انا اترقى. احيانا الناس بترقي ناس مديرين من غير ما تديهم تريننج، ويقول لك لا هو هيشتغل والسوق هيعلمه. الكلام ده برضو ما عادش ينفع قوي دلوقتي، لان حجم الكومبيتيشن فظيعه جدا. فالنهارده حجم التشالنجز فظيعه جدا. وبعدين الاجيال اللي انت هتمانج او هتديرها دول زي جنريشن، فدول بيقروا كويس قوي وداخلين على السوشيال ميديا وعندهم فرص عاليه قوي ان هم يقروا ويبقوا فاهمين. فالناس دي عشان تديرها لازم تكون انت فاهم يعني ايه جنريشن جابس، يعني ايه هاو تو كنترول جنريشن زي مثلا على سبيل المثال، ايه اللي هم بيحبوه ايه اللي هم بيكرهوه. ميلينيال لو معاك 2 بقى 2 3 ديفرنت جنريشنز، ازاي هتمانج كل الكلام ده؟ فالجنريشن جاب دي واللي بينك وبينهم لازم تبتدي تتعلم الناس دي هي عايزه ايه عشان تقدر تاني تو انفلونس. زي ما قلت لك ليدرشيب از انفلونس. بالنسبه بقى للاكزيكتيفز نفس الكلام، هاو تو مانج مدير عنده هو بيبل مانجر. ايه اللي انت هتبتدي تشتغل معاه؟ يعني في احد التوبكس النهارده ان الناس بتتكلم فيها السيرفنت ليدرشيب. زي ما انا يعني بشتغل لمصلحه اللي تحتي مش للي فوقي، لا للي تحتي، ازاي اطور اللي تحتي بشكل قوي جدا وهو كمان يطور اللي تحته. ابقى انا سيرفنت للشركه كلها، وده نوع معين من السيرفنت ليدرشيب هو مطلوب برضو للاكزيكتيفز تحديدا. فدي نقطه. النقطه الثانيه زي ما انا دايما بقول، في حاجات ناقصاني، مثلا فاينانس فور نان فاينانس، اتعلم فاينانس على الاقل البيزكس، يبقى عندي فاينانشال اكيومنت. مثلا حاجه في الماركتنج، لو انا بشتغل في سيلز لازم ابقى فاهم ماركتنج. النهارده الديجيتاليزيشن لازم يكون عندي النهارده معلومات على الاقل البيزكس في الديجيتاليزيشن. والديجيتال ترانسفورميشن لازم اكون فاهم الكلام ده كله. الاي اي لازم افهم او افهم واتعلم حاجه جديده في الاي اي. فاللي انا عايز اقوله في الاخر لازم تبقى انت مركز على 85% اللي هارفارد سكول بتقول لك لا السيلف ديفلوبمنت هو اساسي. مش عايز استنى الشركه لما تفكر تو انفست فيا، ولو فكرت هتعمل لي برنامج او 2 ماكسيمم في السنه. الحاجه الثانيه التريننج بس ما بيجيش بتحضر تريننج كلاس روم، لا انت ممكن تختار منتور ليك. المنتور اللي هو بيساعدك على ان هو يوجهك في الكارير باثوي بتاعك. وايه الفرق بين الكوتش والمنتور؟ الكوتش هو اللي بيساعدك من خلال اسئله بيسالها لك ليحسن البرفورمانس بتاعك في سكيل معينه. المنتور اللي هو بيساعدك يوجهك في الكارير باثوي اللي انت شايفه ان انت عايز تنجح فيه، هو اللي بيساعدك هاو تو انليش البوتنشال بتاعك. فدي نقطه مهمه جدا، ودي نصيحتي للناس انها تاني ما تستناش تريننج، لا لازم يكون عندها الانيشيتيف، وده اللي هيساعدها تاني على هاو تو انليش البوتنشال بتاعي من خلال ان انا اساعد نفسي، ما استناش حد هو اللي يساعدني. ممتاز قوي. احنا يعني تكملة لسياق الاحداث بصراحة في البودكاست ده، حابين برضو نتكلم على مبادرة لطيفة احنا بنقدمها من انوفيشن جيت جروب، ان احنا هنختار 5 من الشركات، 5 من اعضاء الشركات حتى اللي بيسمعونا في الحلقة دي وفي بيزنس شوت بودكاست بشكل عام، هيبقى ليهم تدريب مجانا. ده جزء من البوندنج اللي احنا اصلا بنقدمه مع الشركات، جزء ان احنا بنحاول نقرب اكتر من الشركات. احنا بشكل عام بيكون عندنا كل سنة من 700 ل 1000 طالب من الوطن العربي. احنا بنستهدف اكتر من 9 دول، بيشوفنا اكتر من 30 مليون ستودنت بشكل عام او بوتنشال ستودنت بشكل عام. بنقدر نقدم خدمات عن طريق اكتر من 20 جامعه وورلد وايد. فاحنا حابين بصراحه نعمل بوندنج اكتر مع شركات طلابنا، فهنختار 5 شركات هيبقى ليهم تدريب مجانا مع خبرائنا بشكل عام، سواء بقى احنا محتاجين التدريب ده في الاداره الاستراتيجيه للاكزيكتيفز اللي موجودين في الشركه، تدريب عن الليدرشيب بشكل عام، تدريب عن الماركتنج والسيلز، تدريب عن الداتا اناليسيز والداتا مانجمنت، تدريب عن الاي اي. ودي مبادره احنا بنقدمها بشكل عام، فمنتظرين حضراتكم تتابعونا في الجزء ده. صراحه يعني دكتور نادر كانت حلقه يعني خفيفه بصراحه، وفي نفس الوقت كمان لا انا كنت مبسوط بان انا بسمع كلام بسيط كرسائل للموظفين، كرسائل للمانجرز، ازاي اغير العادات بتاعتي، ازاي ان المايند سيت ممكن تفرق اصلا في سلوكياتي بشكل عام، اعمل ايه لو انا مدير. طبعا النصيحة الأخيرة فكرة التعلم دي نقطة مهمة جدا يعني. فبشكر بصراحة حضرتك على الوقت البسيط ده، وإن شاء الله ما تبقاش آخر مرة بإذن الله يعني. شكرا جزيلا دكتور أحمد، شكرا ومرة جزيلا. تانية كل سنة طيب، وللمشاهدين بتوعنا، وإن شاء الله 2026 تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله منتظرينكم إن شاء الله في حلقات تانية. ما تنسوش نشترك في القناة ونشارك الحلقة، ولو عندكم أي موضوع جديد أو أي بروفيسور محتاجين يكون موجود معانا ابعتوا لنا واكتبوا لنا في الكومنتات. شكرا جدا ليكم ويومكم جميل.